يا اهلا بجيش الاساطير متابعين قناه المانوا الطارش. معانا النهارده الحلقه الثالثه من حكايه الصياد الخالد للبطل هيون. لو ما شفتش الحلقات اللي فاتت فدي تجميعه كامله، اما بقى لو متابعنا من الاول فروح للدقيقه دي على طول. دول الاساطير اللي جاوب على كلمه سر الحلقه اللي فاتت ومعاهم اصحاب اول 3 كومنتات. وقبل ما نبدا ما تنساش تصلي على النبي، ولو حابب تقدر تحط لايك دلوقتي قبل ما تنسى يا صاحبي. يلا بقى هات فشارك ومسلياتك وتعالى اخوك سيف حسام الدين يحكي لك الحكايه. بطلنا النهارده كان مجرد ضعيف وفاشل وشخصيته باسف، يعني عيل توتو يعني بمعنى صح، لكن فجأة بتحصل كارثة على العالم بالكامل، وصاحبنا التافه ده بياخد قدرة بتخليه غير قابل للموت، يعني بمعنى صح كل ما يموت بيقدر يرجع تاني بعد 24 ساعة، وبما انه عيل توتو فبيموت كتير، بس كل ده بيخليه اقوى. فيا ترى صاحبنا النايت ده هيفضل كده طول عمره ولا هيحصل له تحول جذري في شخصيته؟ ده بقى اللي هنعرفه النهارده في قصتنا الصياد الخالد. قبل ما نبدأ يا صديقي عايزك تعرف ان دي مجرد قصة من وحي خيال الكاتب، وكل اللي فيها هبد ومش حقيقي، ومش عايزك تأثر ابدا على معتقداتك ودينك، فانت تسمع من ناحيه وتطلع من الناحيه التانيه. ويلا بينا ندخل القصه. بتبدا القصه بهيكل عظم بيقول احنا الموتى الاحياء اللي قدرنا ننجو من دوره الحياه والموت، والسيطره على كوكب الارض ما كانش صعب ابدا. فكره اننا ناخد كوكب الارض كانت مساله وقت، او ده اللي احنا كنا فاكرينه. كل حاجه باظت بسبب ابن الصارمه ده. ازاي ده حصل؟ انت مجرد انسان يلا، انت ازاي لسه عايش وما متش؟ فبيرد الشخص اللي جوه النار وملامحه مش واضحه وبيقول مين يعرف، مش يمكن يكون السبب ان انا اقوى منكم مثلا. وفجاه بيندفع على الهيكل العظم وبزريبو وضربه واحده بيقضي عليه. اكيد يا صاحبي انت مش فاهم اي حاجه من اللي بيحصل، ودول مين واحنا فين وايه اللي بيحصل. عشان كده تعالى اخدك بالزمن لسنتين ورا، وبنشوف البنت دي واللي هي بتتكلم مع حد، وبنعرف ان اسمها يو، وبنلاقيها بتقول له انا بصراحه ما عدتش طايقاك ولا قادره استحملك. انا كنت سمحت لك تعيش هنا لانك قلت انك بتدور على وظيفه، لكنك بتقضي وقتك كله في اللعب والشرب. انت لو هتفضل كده فالاحسن لك انك ترجع بيت اهلك. بنشوف الشخص التاني بقى واللي بيكون اسمه هيون، وبيحاول يبرر موقفه وبيقول معلش انا بس ما عدتش ينفع اعتمد على ابويا وانا في السن ده. فبتتعصب عليه وبتقول له انت مش عايز تعتمد على ابوك، لكن عادي انك تعتمد على اختك الصغيره. بكره اول يوم في السنه الجديده، شوف لك اي شغل هنا ولا هناك. فبيرد هيون وبيقول لها نتكلم في الموضوع ده بكره، انا مصدع دلوقتي. وبيسيبها وبيدخل اوضته وبيقفل الباب وراه. بدا يهدي نفسه وهو على السرير وبيقول هو انا ليه بعمل في نفسي كده؟ هو انا ليه لسه عايش حياتي بالطريقه دي؟ الحاجه الوحيده اللي انا عملتها لما جيت سيول ان قدرت اخد تدريب قصير في شركه من الشركات الكبيره. انا لازم يبقى عندي شغلانه عشان اقدر اكسب منها فلوس. بيبص على الكمبيوتر واللي بيبقى مفتوح، وبنلاقيه بيقول انا نسيت اقفل اللعبه. بيسال نفسه لو كانت الحياه الحقيقيه عباره عن لعبه يا ترى كانت هتبقى عامله ازاي؟ اكيد وقتها كان هيبقى عندي شغل احسن، وهكون محارب ولا حاجه، او حتى ساحر او مبارز قوي جدا. وفجاه بتظهر اشعارات من النظام، وبيكون مكتوب فيه تم اكتشاف اتصال عام من بعد هايكين، تم تنشيط نظام الدفاع الارضي، سيبدا البرنامج التعليمي الان على الارض. وفجاه يوم بيفوق من النوم لكن في مكان تاني خالص، وبيكون مستغرب جدا. وفجاه بيظهر قدامه شاشه النظام وبيكون مكتوب فيها الوقت حتى الاتصال الكامل ببعد هايكين 4 سنين و364 يوم و23 ساعه. وهوب شاشه نظام تانية بتظهر وبيكون مكتوب فيها نرحب بدخول السيد كانج هيون للبرنامج التعليمي. البرنامج بيحتوي على 8 مراحل، وبيعرف هيون ان الموت في المكان ده ملوش علاقه بالواقع، وانه ما ينفعش يستسلم في نص الطريق، ولو فشل فمش هيقدر يحاول تاني. بيظهر رساله تانية مكتوب فيها انه بعد مسح وانجاز البرنامج التعليمي بالكامل هيكون في مكافآت على حسب المرحله اللي وصلت لها. فبيكون صاحبنا مستغرب من اللي بيحصل، وبنلاقيه بيقول في نفسه اكيد ده حلم مدمنين الالعاب، هم بس اللي بيحلموا بالحاجات دي. ابويا، امي، انا اسف، اختي الصغيره يو، اخوك اخيرا هيقدر يلاقي شغل، انا خلاص ما عدتش هكون عالة على العيله. بيحمس نفسه فجاه وبيكون مبسوط وبيقول اكيد دي اشاره عشان ابدا انطلق. بتظهر قدامه شاشه النظام وبيكون مكتوب فيها مبروك دخول المرحله الاولى، وبنحييك على شجاعتك عشان هتنقذ كوكب الارض. بتبدا المرحله الاولى وبيشوف صاحبنا رساله مكتوب فيها لازم تثبت شجاعتك وتهزم اكتر حاجه بتخوفك، وشرط تثبيت المهمه الاولى هي الوصول لنهايه الجسر، اما شرط الفشل هو الموت. بيلاقي صاحبنا نفسه فجاه في مكان تاني، وبيكون تقريبا كانه في بركان، وبيحس نفسه في لعبه من العاب البقاء. بنلاقي كل واحد فيهم واقف على جسر من الصخر وتحتهم حمم بركانيه. وهيوم بيقول هو ايه ده؟ هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ هي دي نار بجد ولا ايه؟ وايه الحراره دي؟ بس بيبص حواليه وبيقول لنفسه هم مين الناس دول اصلا؟ انا كنت في بيتي من شويه، هي ايه الاحلام الغريبه دي؟ لكن بيقطع تفكيره حد جنبه بينادي عليه باسمه، ودي بتكون اخت يو، والدموع مغرقه عينيها من الخوف. ايه ده؟ جرايه يا بنت انت حتى في الحلم بتاعي مش عايزه تسيبيني؟ ايه الهزار البايخ ده؟ فبترد يو بتقول له ايه ده بجد؟ هو ده حلم؟ بس انا سمعت كلام عن انقاذ الارض وحاجات غريبه كده. فبقول لها يون انت يا بنت الحلم ده بتاعنا. لكن يو بتتعصب وتقول له طب اقنعني ازاي الحمم البركانيه سخنه كده لو احنا بجد في حلمك يعني؟ وكمان احنا ازاي بنقدر نتكلم مع بعض عادي؟ ده اكيد في حاجه غلط. فبيضحك وبيقول لها الناس دايما بيقولوا ان هم مش بيحسوا بالم في احلامهم، ولكن دي كدبه، انا كان عندي تجارب تانية وكانت واقعيه جدا. وبيمشي على الجسر وبيقول لها المهم عامه انا لازم امشي. فبتساله انت رايح فين يا مجنون انت؟ فبيرد هيون عليها وبيقول لها هعمل زي ما اتقال في شاشه النظام وعدي الجسر. ايه ده؟
هو انت ما شفتهاش؟ اكيد بما انه حلم يعني، فشخصيه ثانويه زيك حقيره اكيد مش هتشوف. فبتتعصب يو عليه وبتقول له انا شخصيه حقيره ثانويه يا معفن، وبعدين انا برضه شفت الرساله زيك، بس هو انت بجد مش خايف تقع؟ فبيرد عليها يونو بيقول لها انت غبيه قوي، ده حلم يعني، انا لو مت هصحى من النوم. لكن بيقطع كلامهم فجاه حد بيقع في الحمم البركانيه، فبيترعب يون من اللي بيشوفه، لان الراجل حرفيا اتحول لقطعه فحم. فحم يا صاحبي، ده اتحول لرماد. فجأة بتكسر يو الصمت ده وبتقول لهيون معلش فكرني كده باللي انت كنت بتقوله. فبيرد هيون وهو بيرتعش بيقول الصرخة دي انا كنت حاسسها واقعية شوية، بس انا مش خايف، انا مش خايف خالص. فبتاخد نفسها وبتلاقيها بتنزل على ايديها ورجليها وهي بتقول لهيون بلاش تعمل اي حاجة غبية، ولو عايز تتحرك فما تمشيش احسن عشان الزحف امن بكتير. فبيسمع الكلام وبيزحف هيون على الجسر بتاعه هو كمان، لكن بيلاقي يو بتسأله وبتقول تفتكر ايه اللي ممكن يحصل لنا؟ بيرد هيون وبيقول لها اكيد ده مجرد كابوس واقعي بس وما تقلقيش. فبتستغرب يوم الغباء الخام ده، لكنها بتساير وبتقول له بس انت بجد اكيد عارف ان الموضوع مش كده صح؟ تفتكر ان في حلم واقعي للدرجه دي ممكن بجد يكون موجود؟ اكيد في حاجه حصلت هنا انا مش قادره اتخيلها، بس لو متنا هنا انا خايفه اننا نموت كمان في الحياه الواقعيه. ولكن هيون بيقول لها هو مرعوب يا شيخه بقى، انا عمال بحاول اتجاهل الموضوع من الصبح وانت عماله تتكلمي فيه، انا خلاص هموت على نفسي من الرعب، حرام عليك. فبتقول يو في نفسها ده انت اكتر اخ كبير في العالم ما اقدرش اعتمد عليه. بس هيون بيقطع تفكيرها وبيقول لها خلينا نستريح شويه، انا ما عدتش قادر اسحف خلاص، ايدي ورجلي بيرتعشوا جامد. فبترد يو بتقول له يعني انت كمان هتريح على جنبك؟ فبيقول لها يون بس تعرفي لسه في احتمال ان يكون ده حلم عادي، مش يمكن لو فضلت شويه كمان ممكن اصحى لوحدي. وفجاه بتظهر شاشه النظام وبيكون مكتوب فيها ان عدى وقت من بدايه البرنامج التعليمي والصعوبه خلاص هتزيد. وفجاه بيحصل هزه في المكان، مش بيكونوا فاهمين ايه اللي بيحصل بالظبط، والجسر اللي هم واقفين عليه كلهم بدا يهتز، وفجاه الجسر من وراهم بيبدا يتكسر، ويعين على الرعب اللي هم فيه، حرفيا دلوقتي لازم يجروا، بس لو جروا ممكن يقعوا. انت متخيل الجسر قد ايه وهم خايفين يقعوا يا صاحبي؟ وده لازم يفكرك باللي ممكن يحصل يوم القيامه والصراط المستقيم. عشان كده لما كنت صليت روح صلي وتعالى كمل يا صديقي. ومعلش على القطعه دي خلينا نكمل. بيبداوا الناس كلهم يجروا وبتبص يو وراها وهي بتقول ان ده مش الوقت المناسب عشان نفضل كده، وفجاه بتقوم يو تجري. فبيستغرب هيون وبيقول لها استني، ولكن بيلاقي الجسر بتاعه هو كمان بيتكسر من وراه. فبيجري هيون هو كمان وبيكون مرعوب، وبتلاقيه بيقول لنفسه مش مشكله الجسر مش ضيق قوي يعني، ولو ما اتكعبلتش فاكيد هقدر اوصل للجهه الثانيه، كل اللي عليا اعمله ان انا ابص قدامي بس. وفعلا بيبص قدامه وبيلاقي ان هو قرب يخلص ويوصل خلاص، ولكنه بياخد باله ان الجسر اللي فوق يو بيتكسر. فبينادي عليها بسرعه عشان يحذرها، وفعلا يو بتاخد بالها وبتكون مصدومه ومش عارفه تتحرك من الخضه. فبينطلق صاحبنا عندها وهوب بياخدها باندفاع قويه، واخيرا بيقدر ينقذها وبيوصلوا لاخر الجسر على اخر ثانيه. وفجاه بتظهر رساله من النظام بيقول فيها مستواكم زاد وتجاوزتم المرحله الاولى، تم ايقاظ قدراتكم بشكل مؤقت لكن هيتم ايقاظكم بشكل رسمي لما ينتهي البرنامج التعليمي. فبينام صاحبنا على ظهره بيقول ياه على التعب ده، انا ما عدتش قادر اتحرك خلاص. بنشوف يو هي بتبص في النظام وبتقول استيقاظ بشكل مؤقت وبرنامج تعليمي، هو لسه في حاجه تانية ولا ايه؟ فبيقول لها هيون ايه يا ست الكل، مش ناوي تشكري الراجل اللي نقذك ولا ايه؟ فيو بتشكره عشان تطيب خاطره. لكن فجاه بيظهر قدامها شاشه الاحصائيات بتاعتها وبنعرف انها في المستوى الاول، القوه عندها فيها 7 نقاط والرشاقه 12، اما الحيويه 6 نقاط والطاقه السحريه 13، السمه الفطريه عندها الهدوء، اما القدرات والمهارات بتاعتها فلسه مفيش اي حاجه تقريبا. فبتقول يو ايه ده مستوى القوه والرشاقه، انا مش فاهمه اي حاجه. فبيستغرب هيون وبيقول شاشه حاله دي اكتر حاجه اي حد نفسه تظهر له، وعلى طول بيقوم يعدل نفسه وبتظهر قدامه الشاشه بتاعته. فبيشوف الموهبه الفطريه اللي عنده واللي هي الاحياء، اما القدرات والمهارات فلسه تقريبا برضه ما اتفتحوش. بيحاول يعدل نفسه اكتر عشان يشوف باقي الاحصائيات بتاعته، ولكنه مش بيلحق لانه بيصحى من النوم. فبيبص لنفسه كده وما بيكونش فاهم اي حاجه، وتقريبا ما كانش مغطيها وهو نايم فعلا يا صاحبي. بيدخل على الجروب بعد كده وبيقول ان هو حلم غريب قوي، ولكن الردود كانت اغرب لان في ناس بيقولوا ان هم كمان حلموا نفس الحلم، وبتنزل فيديوهات وبوستات للموضوع والمشاهدات بتعلي اكتر واكتر، ده حتى الاعلام نفسه كان بيتكلم عن الموضوع. بتظهر بعدها شاشه النظام تاني وبيكون مكتوب فيها الوقت حتى الاتصال الكامل ببعد هاكين 4 سنين و364 يوم و15 ساعه. بنرجع تاني وبنشوف يو بتخبط على باب اوضه هيون وهي بتنادي عليه وبتدخل، واول ما بيشوفوا بعض بيبداوا يحكوا اللي شافوه في الحلم في نفس الوقت وبيشتموا بعض عشان محدش سامح للتاني يتكلم الاول. وبعد ما بيهدوا بيقف كل واحد فيهم قدام اوضته وبيبصوا لبعض كده وهم ساكتين وبيتفقوا انهم لازم ياكلوا الاول. بيقعدوا على السفره كل واحد فيهم ماسك الموبايل بتاعه، وبنلاقي يو بتقول يعني فعلا ما طلعش كل ده حلم، ومش بلدنا بس اللي حصل فيها كده، تقريبا الكل على مستوى العالم شافوا نفس الحلم. بيقول لها يون بس تقريبا الموت في الحلم ده مش بيأثر على الواقع مش كده، انا سمعت ان بين كل 10 اشخاص في منهم على الاقل 3 وقعوا بس ما حصل لهمش اي حاجه. فبتكمل يو بتقول ولو برضه لان كان واضح جدا ان الوقوع هيكون صعب على الحاله النفسيه نفسها،
لان انا سمعت ناس كتير الوجع جاب لهم صدمه شديده، واحنا هنا قاعدين انا وانت بناكل بشكل طبيعي. صحيح وانت مش سامع اي حاجه؟ انت مش سامع اللي انا سامعاه ده؟ فبيقوم هيون عشان يشوف ايه اللي بيحصل وبيبص من الشباك، وبيلاقي في ناس كتير قوي تحت وعاملين مظاهرات وشغب، اللي بيسرق واللي بيكسر، والدنيا كانت مردغانه على الاخر. بتبص يو هي كمان وبتقول شكل كده مش هنقدر نروح الشغل النهارده. فبيقول لها هيون اكيد طبعا احنا لو طلعنا هنتاذى، بس انت فاكره اي حاجه بخصوص الاتصال ببعد هاكين ده؟ فبتساله يو لو ما كانش شاف نفذه الحاله بتاعته كويس. هم قالوا ان احنا نقدر نشوف الوقت المتبقي عشان نستيقظ، وبتبدا تشوف الوقت المتبقي عندها في نفذه الحاله بتاعتها. فبيتمنى هيون لو كان يقدر يشوف نفس الحاله بتاعته هو كمان. بتعرفوا يو ان متبقي 4 سنين و364 يوم و17 ساعه، يعني بقى لنا حوالي 5 سنين كمان. بيبص هيون على الناس وبيقول هل هنقدر نكمل في الوضع ده لمده 5 سنين؟ المكان بالكامل بقى فوضى، بس اتمنى يهدى قريب، ولحد الوقت ده بقى احنا لازم نفضل في البيت. بتستغرب يو من الكلام ده وبتقول في نفسها هو الواد ده بقى منطقي كده فجاه ازاي؟ بنشوف في الاخبار ان مفيش اي حاجه كبيره حصلت، وبالليل معظم المواطنين رجعوا لحالتهم اليوميه، وبكده استعادت كوريا استقرارها في يوم واحد، وبالتالي بيخلص اليوم الاول. بعدها بنشوف هيون على السرير عشان ينام، بتظهر له شاشه النظام وبيكون مكتوب فيها البرنامج التعليمي الخاص بيه. بيلاقي بعدها نفسه في مكان جديد، وبتظهر له الشاشه مره تانية وبتساله لو حابب يشوف التعليمات للمهمه التانية. فبيقول هيون لا خلينا نشوف نافذه الحاله بتاعتي الاول، وبالفعل بتظهر وبنشوف القوه عنده 8 والرشاقه 9 وقدره التحمل 8، اما القوه السحريه 18، والقدره الفريده بتاعته هي اعاده الاحياء. بيسال هيون نفسه اذا كان ده كويس ولا لا، لكنه بيرسل ان هو اكيد مش هيعرف يحكم دلوقتي، وبيركز على الصفه السحريه وبيقول ايه ده، هو انا ممكن اقدر استعمل السحر بعدين في المستقبل ولا ايه؟ وكمان ايه القدره الفريده اعاده الاحياء دي شكلها مهاره هتهكر اللعبه ولا ايه؟ بتظهر له نافذه المهاره وبيقدر يعرف منها انه يقدر يرجع للحياه تاني بعد 24 ساعه من الموت، ولو ما كانش محدد موقع لاعاده الاحياء فهتحصل اعاده احياء في اخر مكان ركب السكامانس فيه. بس عقوبه المهاره ان هو هينقص في المستوى وكل قدراته هتقل بنسبه 50% لمده 24 ساعه. بيعرف ان العقوبه مش بتنطبق على البرنامج التعليمي، فبيفرح هيون وبيكون متحمس جدا لانه ممكن يخلص البرنامج بالكامل على كده. بتظهر شاشه النظام وبتقول له يستعد عشان يدخل المرحله الثانيه. فبيقول هيون اكيد طبعا لازم ادخل، سواء كانت احصائياتي عاليه او قليله فانا هقدر ازودها وازود مستوايا كمان. صاحبنا كان متحمس قوي عشان عنده مهاره احياء، لكنه ما كانش يتخيل اللي هيحصل له في المستقبل. بنشوف جوبلين واقف وعلى راسه دم، وبنشوف هيون ماسك السلاح بتاعه وبيهوش بيه بكل قوته، لكن الجوبلين ده بيقدر يتفادى الضربات بسهوله، وبيظهر اشعار وبيكون مكتوب فيه ان المرحله الثانيه هزيمه الاعداء واثبات قدرتها. بيرفع صاحبنا ايده بكل قوته عشان يخلص على الجوبلين ده، وبيقول بعدها لنفسه انا كنت فاكر هيكون القتالات زي نظام اللعبه كده، انا بصراحه قدرت اوقعه لان هجمت عليه فجاه، بس شعور ان انا اخلص على الكائن ده خلى جسمي كله يرتعش من الخوف. بيمشي هيون وبيقول انا فزت بس عليه المره دي لانه كان عفريت، قدرت افاجئه من اول مره، وكنتش فاجئته كان زماني ميت مكانه. وفجاه بيشوف كائن ضخم جدا من ورا الحيطه وبيطلع وبيقول له سربرايز ماذر فازر. فبينصدم هيون وبيمسك سلاحه بقوه وكان هيعملها على نفسه من الرعب، وبيكون الكائن ده هو محارب العفريت وبيكون ضخم جدا ومعاه سيف كمان. بيقول هيون في نفسه يا نهار ابيض، هم ليه كده شكلهم من البدايه؟ هو مش المفروض عفريت الجوبلين يكون وحش مستواه منخفض ويقدروا المبتدئين يحاربوه؟ الكائن ده اكبر بكتير من العفريت اللي فات، وكمان السيف بتاعه طوله متر حرفيا. انا لو خدت ضربه واحده منه بس هركب السكمنه. وهوب على طول بيبدا القتال، والعفريت بيهجم على صاحبنا اللي كان بيصد بخوفه، وبيرفع الحربه بتاعته وبيقول انا ما كنتش بتمرن بسبب البطاله اللي انا كنت عايش فيها، وكمان السلاح اللي انا اخترته من بدايه البرنامج التعليمي قصير جدا مقارنه بسلاح الخصم، انا مستحيل اقدر استحمل ضربه السيف دي. العفريت بيضرب بالسيف بتاعه وبيطير من صاحبنا السلاح، والضربه اللي بعدها على طول بتنزل على جسم صاحبنا هيون بتخليه يقع على الارض. صاحبنا بيقول في نفسه هو انا لسه المفروض استحمل كل ده لحد امتى؟ وحرفيا بتشوف الجروح كانت باينه جدا على جسمه بالكامل. وفجاه بيمسكوا محارب العفريت من التيشيرت بتاعه وبيجره. فبيقول هيون في نفسه هو البتاع ده واخدني ورايح فين؟ انا سمعت ان العفاريت بيعملوا حاجات مش كويسه، لا لا انا لازم اصحى من الحلم ده بسرعه. بعدها على طول بنشوف يو بتصحى من النوم بتاعها مفزوعه على صراخ اخوها، وبتجري على اوضه هيون وبتقول انت يا عم الزفت انت ليه بتصرخ على المسا كده وتصحيني من النوم؟ لكنها بتبص على هيون اللي بيكون قاعد ملفوف بالبطانيه ومرعوب وبيقول انا كرهت العفاريت والجوبلين وكل حاجه، انا مش عايز اروح هناك تاني. بنشوفه بعدها بيشرب حاجه سخنه عشان يهدي نفسه، وبتساله يو يعني انت مت لكنك فقدت دم بشكل كبير؟ فبيقول لها هيون ايوه دول عملوا. فبتترعب وبتقول له كفايه انا كمان مت بس مش بالطريقه دي، اكيد عشان كده بقى انت كنت بتعيط مش كده؟ فبيتحرك صاحبنا وبيقوم هو متعصب وبيخبط في الترابيزه وبيقول كنت هتفهمي لو كان ده كان حصل معاك، اي حد مكاني كان هيعيط. فبتساله هيون اذا كان المفروض يروح المستشفى، وبتعرفه ان عدد زوار القسم النفسي اتضاعف اليومين اللي فاتوا، وان اكيد ناس كتير حصل معاهم تجارب شبه دي. بيقول لها صاحبنا للاسف انا مش معايا فلوس. فبترد يو بتقول له وربنا ما هدفع لك حاجه، انزل يا عاطل اكسب شويه فلوس. بتبص على الموبايل بتاعها وبتقول ان في اخبار كويسه، المفروض بعد موتك في البرنامج التعليمي كل حاجه تنتهي، كل اللي ماتوا في المرحله الاولى ما حلموش بالمرحله الثانيه. فبيضحك صاحبنا بيقول الحمد لله
الكلام بتاعك ده ريحني، انا كده هقدر انام بسلام النهارده. لكنه لما بينام بينتقل هناك وبيشوف شاشه النظام من تاني، واللي بتقول له اهلا بيك في البرنامج التعليمي يا هيون، حدث خطأ في المرحله الثانيه وهننتقل فورا لهناك. فبيتعصب هيون وبيفضل يشتم في النظام ومهاره الاحياء بتاعته كمان. بتبدا المرحله الثانيه في البرنامج التعليمي وبيلاقي نفسه في مكانه وبتظهر شاشه النظام تاني، وبتقول ان هو مش هياخد عقوبه على الاحياء بما انه في البرنامج التعليمي دلوقتي. بيكون هيون قاعد ورا صخره وبيقول انا تفكيري اتشتت ورحت في النوم، انا عايز اموت، بس حتى لو مت كل ده هيتكرر تاني. كنت فاكر ان انا هصحى من الحلم لو استنيت واتحملت، لكن شكل ده مش هيحصل. في الاخر انتوا عايزيننا ننفذ اللي انتوا عايزينه مش كده؟ بيقوم لكن بيبقى حاسس بالجوع. بعدها بيشوف قدامه شويه اسلحه وبيقول السلاح اللي انا اخترته المره اللي فاتت كانت الحربه، اخترتها لانها كانت اسهل باعتبار قوتها المدمره، بس بما ان القتال المباشر مرعب فالقوس هيكون ارحم بكتير، او حتى النشاب للقتال البعيد المدى. اما بالنسبه للقتال المباشر فالرمح هيبقى افضل من السيف. صاحبنا بيمسك النشاب في ايد والرمح في ايده التانيه، وبيقول في نفسه وهو بص على العفاريت خليني اوريكم مهارات الاطلاق لمواطن جنوب كوريا. ولا اخشى هدلك نصين ماشي. بيستهدف عفريت منهم وبيضرب عليه لكنه بيصفه في وشه. فبيقول بعدها في نفسه اكيد يعني الامور مش هتمشي كويس وانا بستخدم السلاح لاول مره. وفورا الكل بيندفع على بعض، فبيمسك يون الرمح بتاعه وبيندفع بسرعه على العفريت الاولاني وبيضربه ضربه قويه ويقع على الارض ويخلص عليه، وبيكون مبسوط قوي عشان نجح، وبيلف ظهره وبيقول يلا اللي بعده، لكنه بينصدم وبيبص على الرمح وبيقول احيه ده الرمح مش بيتحرك من مكانه. وده لان يا صاحب الرمح كان بيبقى لسه في جسم العفريت الاول، اما العفريت التاني مش بيستنى وبيهجم عليه وبيضربه ضربه واحده يخلص عليه. فبيصرخ يون وهو ماسك صدره وبيصحى من النوم بتاعه فجاه في نفس الوضعيه. الحمد لله انا مت المره دي على طول. ياه على شعور الموت بدون تعذيب، ده احسن بكتير. بتظهر شاشه النظام وبتقول حدث خطأ في المرحله الثانيه هننتقل فورا. فبيقول هيون تبا لك بترجمه MBC 2. بيكون في البرنامج التعليمي تاني وبيختار سلاح النهارده واللي هو السيف والدرع، وبنلاقيه بيقول مش الاحسن نستخدم سلاح استخدمته قبل كده؟ بيفتكر لما كان بيتفرج على التليفون على فيديو لواحد بيستخدم السيف عشان يتعلم منه، وبيمسك السيف والدرع وبيقول للعفاريت يلا تعالوا لي واحد واحد انا متحمس جدا ان انا اخلص عليكم. لكنه بعدها بيقوم من النوم وبيصرخ تاني وبيمسك صدره وبيقول شويه حساله كلكم بتتجمعوا ضدي مفيش واحد فيكم راجل. وبيكون حاطط ايده على وشه وبيقول انا هدي فرصه للموضوع ده عشان اخلص عليكم كلكم. في نفس الوقت بتكون يو واقفه على باب اوضته وبتسمع كلامه وبتقول الواد ده لسع اكتر ما هو لسع اصلا، لا حول ولا قوه الا بالله. صاحبنا بيدخل تاني وبيزعق على شاشة النظام عشان بيظهر نفس الرسالة اللي بتتكرر كل مرة، وبنعرف ان هو في البرنامج التعليمي اللي رابع مرة في نفس الجولة، وبيكون ماسك السيف بتاعه وبيقول بالنسبة لنافذة الحالة اللي بعمله ده هو الصح والمفروض كان يحصل من بدري. بنشوف صاحبنا وهو بيتدرب، وكمان بنعرف ان الاحصائيات بتاعته بتاعت التحمل بتزيد، فبيفرح جدا وبيقول كويس، بس هو انا لازم فعلا اتدرب اكتر من 8 ساعات عشان ازود احصائياتي؟ ده بجد عذاب. بتظهر نافذة الحالة وبيشوف ان احصائياته زادت، لكنه بيلاحظ وجود نقطة ما كانش وزعها قبل كده، فبيقف شوية يفكر كده بيقول ايه الغباء ده، خلينا اوزعها وممكن ابقى اقوى. بنشوفه بعدها بيحاول ينتقم من العفريت بما ان احصائياته زادت، لكنه كالعاده بيقوم من النوم بعد ما مات وبيصرخ وبيقول ان المره دي انا مت عشان كنت مرهق من التدريب وما قدرتش اهزم ولا واحد. بيشوف نفس رسائل شاشه النظام وبيكون مكتوب فيها البرنامج التعليمي الثاني الجوله 5، وبيشوف بعدها كمان قدره تحمله وبتزيد نقطه عشان يتدرب، وبعدها برضه بيموت وبيدخل برضه الجوله السادسه وزادت قوته نقطه بعد 10 ساعات من التدريب. دلوقتي انا بقيت بقدر اهزم العفاريت اللي قدامي بسهوله، بس عشان قوتي وقدراتي القتاليه ضعيفه فالتعامل مع العفاريت التانية لسه صعب ومش قادر استحمله. وكالعاده بيدخل الجوله السابعه وقدر هيون يلوح بالسيف بتاعه بسهوله، وكمان قدره تحمله زادت اكتر بفضل مجهوده في المتابعه. بيكون صاحبنا فخور بنفسه جدا ومبسوط من الانجاز اللي عمله ده، وبينام على الارض من الارهاق عشان يرتاح شويه. فبتظهر شاشه النظام اللي بتقول تم انشاء فنون السيافه الاساسيه بتصنيف F. المهاره دي بتساعد على تصحيح الوضعيه وتوزيع القوه وهو بيلوح بالسيف، وده كمان هيساعده في الضربات اكتر. فبيقول صاحبنا في نفسه بكل فخر واخيرا عملتها وظهرت نتائج تدريبي. بيمسك بالسيف وبيقول جاي لكم شويه خنازير لونها اخضر وهخلص عليكم النهارده. بنعرف ان في 5 عفاريت في المرحله الثانيه من البرنامج التعليمي، 2 في الجزء الاول من الحصن و3 في الجزء الثاني من الغابه. الجزء الاول بيكون الاسهل بالنسبه له، العفريت الاول خد ضربه بالقوس ومات، اما العفريت الثاني فبيتضرب ضربه بالسيف وبيشيع جنب اخوه. المشكله بقى كانت في ال3 عفاريت بتوع الغابه. صاحبنا بيتعامل مع اول 2 بنفس الطريقه اللي اتعامل بيهم مع العفاريت اللي فاتوا، اما بقى الاخير فكان غلبه شويه. بدات المعركه بينهم وبيكون هيون كان عمال يصد الضربات وبيقول في نفسه انا قادر اشوف هجماته بسهوله، وكمان جسمي بيظهر ردة فعل قبل ما افكر حتى. شكل دي بتكون ضمن صفات مهارة فنون السيافة الأساسية بالتصنيف F دي، واللي زي ما عرفنا انها بتساعد على تحسين الوضعية بتاعة جسمه وتوزيع القوة لما بيلوح بالسيف. بيضرب صاحبنا العفريت اللي قدامه بالسيف لكنه بيتفادى وبتيجي في وشه، فبيقول صاحبنا في نفسه لسه في مشكلة، انا خسرت كتير من قدرة تحملي لان اتعاملت مع 4 منهم. بس وهو بيضرب العفريت بالسلاح بتاعه فبيقع منه وبيتنطر بعيد، فبيحاول العفريت ده يضربه مرة كمان ويخلص عليه، لكن هيون بيبتسم وبيتفادى
ضربه بيقول الغبي ده بيستمتع بتعذيبي، عشان كده ما خلصش عليا فورا، لانهم بيخلوا عدوهم يتعب الاول وبعدها يضربوه في رجله عشان ياخدوه يعذبوه. خلاص لعبتك واضحه بالنسبه لي. وعلى طول صاحبنا بيرمي عليه شويه رمل برجله واللي بتيجي في وش العفريت وبيمسك وشه بمكان الرمل عشان مش شايف، فبيمسك هيون بحجر وبيضربه ضربه قويه في رجله، فبيصرخ العفريت من الوجع وبيحاول يحمي نفسه وبيلوح بالسيف بتاعه يمين وشمال. فبيقول هيون هو لسه ماسك الحجر بقى انت كنت بتستمتع وانت بتعذبني، وزريبو بيديله بالحجر في دماغه وبيقول له خد دي وابلع يا نرم. بيقع العفريت على الارض وبعدها بيقول هيون هي دي نتيجه تدريب الاكتر من 50 ساعه متواصله يا وغد. بيظهر بعدها شاشه النظام وبنعرف ان هو انهى المرحله الثانيه وكمان خد 5 نقاط اضافيه كمكافاه ليه عشان خلص المرحله. بيجي له كمان نافذه وبيقول له يقدر يختار السلاح اللي يحبه، وكمان بتتفتح له مهاره الدرع ومهاره الكوسه الاساسيه. فبيقول هيون وهو مبسوط انا اخيرا عديت المرحله دي. بيعرف من شاشه النظام ان مستواه كمان زاد وبيقول بحماس اتفرجوا شويه بشر وعفاريت مزيفه على قوه الكائن الاقوى. بيصحى صاحبنا من نومه وهو مبسوط وبيدخل المطبخ وبيقول بما اني خلصت المرحله الثانيه فانا هجهز الفطار كاحتفال. ولسه بيدوق وبيحصل هزه ارضيه وصوت عالي جدا، ومن وراه بنلاقي اخته بتقول ايه في ايه اللي بيحصل تاني. لكن فجاه بتظهر شاشه النظام بيكون مكتوب فيها اكتمل البرنامج التعليمي للارض ودلوقتي تقدر تستخدم النظام بحريه بره البرنامج التعليمي. بتظهر لهم شاشه نظام جديده وبيكون مكتوب ان الزنزانات هتتفعل دلوقتي، فبيبصوا من الشباك بسرعه وبيشوفوا زنزانه قدام بيتهم وبيكونوا يعني مصدومين هم والناس اللي في الشارع. وكمان بتظهر شاشه النظام وبيكون مكتوب فيها المستيقظين بس هم اللي يقدروا يستخدموا الزنزانه، لازم يتم تصفيه الزنزانه في خلال الوقت المحدد على الشاشه. بتكون الزنزانات موجوده في اكتر من بلد حتى عند عمك ابو الهول قدام الاهرامات. وبنعرف من الشاشه ان الوقت الباقي على انتهاء الاتصال مع بعد هاكين هو 4 سنين و357 يوم و14 ساعه. بنعرف بقى ان بعد ظهور الزنزانه العالم بقى في حاله فوضى اكتر من الاول، وهيون ويو قرروا ما يخرجوش من البيت بعدها عشان يجمعوا معلومات اكتر. بنشوف هيون على الكمبيوتر بيقول شكل البرنامج التعليمي لسه ما انتهاش لان الناس اللي تموا 18 سنه دخلوا هم كمان عشان يكملوا البرنامج. فبترد يو بتقول الكومنتات كلها في حاله فوضى بسبب الزنزانه، ده حتى الحكومه ناويه تاخد قرار سريع ويبعتوا خريجين البرنامج التعليمي عشان يصفوا الزنزانات دي. فبيقول هيون بس عادي يعني الموضوع مش كبير قوي للدرجه دي. بيقف بحماسه وهو بيحاول يفتح نافذه الحاله، فبتظهر شاشه النظام واللي بتقول ان البرنامج التعليمي الخاص بيه قيد العمل عشان كده مش هينفع يستخدم نافذه الحاله. فبيستغرب يونو بيقول انا فهمت الوضع، شكل كده لسه بدري بالنسبه لي فعلا، بقالي لسه حوالي 6 مراحل للبرنامج التعليمي. شكل كده لما حاولت انجز المرحله الثانيه في ال7 محاولات اللي فاتوا كانوا ناس كتير قوي خلصوا مراحله. بيبص ليو بيقول لها هو مفيش اي طريقه ثانيه غير ان انا انجز كل حاجه؟ عندك اي معلومات عن المرحله الثالثه طيب؟ فبترد يو بتقول له وانت ما سمعتش المثل اللي بيقول الصبر مفتاح الفرج ولا ايه؟ للاسف مفيش اي معلومات عنها، حتى المعلومات عن المرحله الثالثه قليله برضه. فبيقول لها هيون يعني انا لازم اروح اقاتل بشكل عمياني كده؟ فبيستعرض عضلاته وبيقول لها مفيش مشكله انا قوي اصلا دلوقتي ومش هتهزم هزيمه محرجه زي الاول وهنجز المهمه الثالثه بشياكه. وبالليل في المرحله الثالثه من البرنامج التعليمي بيظهر شخص وكان بيطص ميه، وايوه الميه دي كانت بتنزل على صاحبنا اللي مستخبي تحت العشب، وبيقول في نفسه اصبر بس عليا يا واخد انت وربنا لا خلص عليك قريب. بتظهر شاشة النظام واللي بيكون مكتوب فيها شرط تصفية الجولة الثالثة اللي هي القضاء على زعيم الغرب، أما شرط الفشل فهو الموت. تنبيه لو انتظرت وقت كافي هتظهر لك فرصة عشان تقدر تنهي فيها المهمة. بيقول صاحبنا شكل المهمة كده هتكون مهمة اختراق واغتيال أو حاجة شبه كده، بس زعيم الغرق ده وحش أول مرة أسمع عنه. لازم أول حاجة المفروض أعملها إن أنا ألاقيه. المفروض الأول إن أنا أشوف الحاجات بس اللي خدتها من المرحلة الأولى، لأن شوية الحسالة دول مش بيخلي الواحد حتى يقدر يشوف اللي خده بشكل كويس. بيفتح نافذة الحلقة وبيكون مبسوط جدا عشان في إحصائيات كتير، وبياخد كمان مهارتين جدد واللي هم الدرع والنشاب. وبنعرف ان مهارة الدرع الاساسية بتصنيف اف بتسمح له باستخدام الدرع بطريقة اكثر فعالية، وكمان بتشتغل كويس مع مهارة النشاب وبتحسن من دقة الاطلاق. بيقول هنا وبيبص في نافذة الحالة بالنسبة للصفات الاضافية فخلينا اضيفها لقوة التحمل، اكيد ده هيفيدني اكتر. بيحس ان في حاجة تانية لسه ما عملهاش وبتجيله رسالة من النظام اذا كان حابب يشوف المغزى، وبالفعل بيفتح وبيختار السيف وبيقول وهو بيبص عليه دي اكتر حاجة مميزة شفتها لحد دلوقتي. كده خلصنا وبصينا على الصفات قبل المعركة، دلوقتي لازم اروح اشوف ايه وحش الغرق ده ونخلص منه. بيقول هيون ان كان في قناص اسطوري اسمه كارلوس من القوات البحريه، كان قادر يختل جنرال بعد ما زحف لكيلو ونص متر تقريبا في اكتر من 3 ايام، والشخص ده هو اكتر حد بحترمه. من النهارده انا هزحف اكتر من 10 ساعات لحد ما اوصل للهدف. بيستخبى صاحبنا في الزارع وبيبص على الخيمه اللي قدامه، وبيكون في حارسين واقفين قدام الخيمه الكبيره دي. بيفكر ازاي هيدخل وبيقول في نفسه العشب عمال يشكني وكمان دخل جوه هدومي. فجاه واحد من الحراس بيقرب منه وبيحصل
يحصل المشهد اللي احنا شفناه في الاول، فبيتعصب صاحبنا وبيخرج يهجم عليه وبيقول له وربنا ما هسيبك، وزيربوه وبيديله بالسيف بكل قوته يوقعه على الارض ويخلص عليه. بيبص عليه الحارس التاني وبيقول في دخيل في المخيم، وبينده بصوت عالي، وكل اللي جوه الخيمه بيسمعوا وبيخرجوا وكلهم بيتجمعوا حوالين بطلنا. فصاحبنا بيقول بما ان الموضوع كده فانا هقول الجمله اللي طول عمري كنت عايز اقولها. وفجاه بيصوت وبيقول بصوت عالي هز المكان تعالوا لي يا شويه ملاعين. بتتفعل فورا مهاره زئير الغضب، وبنشوف الدم بعدها في كل مكان بيطير في كل حته، وفي الاخر صاحبنا بيموت. بعدها بيروح للجوله الثالثه من البرنامج التعليمي المحاوله الثالثه، وبنعرف ان زئير الغضب مهاره من الرتبه دي، وبتقدر تقلل من صفات ومعنويات الاعداء، وكمان بتشيل كل تاثيرات الضعف عن بطلنا وبتسبب خوف للاعداء. لا ومش بس كده، ده كمان بتزيد كل التاثيرات السلبيه على الاعداء. صاحبنا بيقول اللي انا اتعلمته خلال زحف ال10 ساعات في المحاوله الاولى ان كل محاربين الغرق بيطلعوا يصطادوا خلال اليوم ومش بيرجعوا القريه غير في الغروب، يعني بتبقى اعداد قليله بس من الاعداء في المخيم بالنهار، واغلبهم بيكونوا مجرد فراخ صغيره. وبعد ما خلص صاحبنا على كل اللي هنا بيدخل بعدها عند الخيمه الكبيره بتاع الزعيم، بيقول بحماس وصيفه غرقان كاتشب من اللي خلص عليهم بره انا جيت يا زعيم الغرق. بيبص عليه الزعيم وبيشاور عليه وبيقول هكون مطاطا، فبتتجمد حركه هيون، وبنعرف ان اصابته مهاره التقييد السحريه منخفضه المستوى، فبيقول هيون في نفسه جسمي مش بيتحرك، المهمه دي اكيد لها حل حتى لو في سحر زي ده هنا. بيفتكر بعدها ان مهاره زئير الغضب بتقلل قدراته وصفات الاعداء وبتشيل كل تاثيرات الاضعاف عنه، فعلى طول بيفعل صفه زئير الغضب وهو بيشتم فيهم وبيعمل هجوم، وفورا بيروح يهجم على زعيم الغرق وبيقول خطتك كانت حلوه يا نجم، لكن للاسف انت مش هتقدر تنفذها عشان خلاص هتودع الحياه. وعلى طول صاحبنا بيخلص عليه. بتظهر بعدها شاشه النظام وبتبارك له فيها النظام ان هو خلص المرحله الثالثه، وكمان خد مهاره تجديد الجسد الفوري بتصنيف بي كمكافاه لاتمامه المرحله الثالثه. لا ومش بس كده، بوشكاش محروس بيضحي النهارده، ده كسر رقم قياسي جديد وهياخد مكافاه اضافيه واللي هو لقب الغير قابل للكسب. بنعرف ان اللقب ده هو لقب بياخده الشخص اللي خلص المرحله الثالثه بطريقه غير الطريقه اللي قال عليها النظام، لان المرحله دي كانت بتختبر الصبر والتحمل ومراقبه الاعداء، لكن صاحبنا كان دخل خلص عليهم اول ما نزل المرحله تقريبا. فبيقول هيون خلصت المرحله الثالثه في محاولتين بس، على عكس المرحله الثانيه اللي خدت فيها 7 محاولات و7 ايام كاملين. ده يدل على ان في تحسن كبير فعلا. بالنمو السريع بتاعي ده فانا هوصل للنهايه وهبقى عبقري، المفروض اخلص المرحله الرابعه في دقايق لا تذكر. بيتخيل نفسه بعدها بعد ما بيخلص المرحله الرابعه وهو لابس شبه الابطال وواقف على وحش كبير وبتاع، شكله ما كانش مغطاه المره دي كمان يا صاحبي. المهم بعدها بيرجع البيت وبيكون التلفزيون شغال على الاخبار، وبنلاقي مذيعه بتقول ان عدى 25 يوم بعد ارسال وحده خاصه من المستيقظين لتصفيه الزنزانات، واعلنوا ان 40% من الزنزانات اتصفت فعلا. في الوقت ده استمر المستيقظين في الاشتراك في نشاطات الانجاز. بنشوف يوهيا في المطبخ وبتعمل فطار، وفجاه بتسمع صوت صراخ عالي، فبتتفزع يو وبتروح عشان تكلم المتخلف اللي جوه ده، وبتقول له انت لو فضلت كده كتير الجيران هيجيبوا لنا الشرطه. فبيرد هيون وبيقول لها انا خلصت المرحله الغبيه دي، لسه مخلص عليهم حالا. فبتقول له يو ده انت كنت هتتجنن عشان مش عارف تتعامل معاهم، ولسه هتكمل في شتيمه، لكنها بتقول بصدمه ايه ده، هو ايه اللي حصل في الحلم بتاعك؟ وبيتشاور على وشه بصدمه كده وبتقول وشك ماله؟ فبيرد هيون وعيونه حمراء وبيقول البرنامج التعليمي بيعصبني. بتقول له يو بالتوفيق، بس شكل كده وشك كانك مجرم يا عم الحاج انت. فبيقول لها هيون خلي في عندك بربع جنيه احترام، ده انا اخوك الكبير. بتقول له يو مرحلتك الرابعه كانت عامله ازاي؟ فبيقول لها هيون هختصرها لك، ده كان المفروض يكون مشروع جماعي، كان المطلوب مني ان اظهر مهارات القياده. وبنعرف ان شرط انجاز المرحله الرابعه كانت اباده الزنزانه، ولما ده يحصل هيبقى في بوابه خروج من الزنزانه بشكل تلقائي. وبيكمل هيون وبيقول المهمه كانت ان انا اكون قائد فريق عشان ادمر قلب الزنزانه. تقدر تقول عليها كده انها كانت زي لعبه للعب الادوار، اعضاء الفرقه كانوا شخصيات غير لاعبه بتتتبع ادوار معينه، كانوا بيتناقشوا اذا كانوا هيتقدموا ولا هيتراجعوا، وما كانش عندنا معدات كفايه عشان نطول في المهمه. وعلى الرغم من ان كان في اعتراض قوي من شويه منهم، بس القرار النهائي كان ان احنا نتقدم. وطبعا عملت شغل حلو قوي في الاول، وكنت قائد كويس ليهم ورفعت معنوياتهم بصفه زئير الغضب. كنت متقدم في الصفوف الاماميه بقدره التجدد بتاعتي. وبنعرف ان مهاره التجدد دي بتعالج الضرر اللي بيحصل في الجسم باستخدام القوى السحريه، سواء كان بتر او حروق او اي حاجه، كله بيتعالج بشكل تلقائي باستخدام القوى السحريه. بتقول له يو يعني كل حاجه كانت ماشيه تمام اهو مش كده؟ طب ايه بقى اللي مخليك تقعد شهر كامل في نفس المرحله؟ فبيقول لها يون ده كان المفروض يحصل، لكن بدا التعب من الليله دي. المفروض الاوغاد دول كانوا يبدلوا مع بعض في ادوار المراقبه، بس بدل ما يعملوا كده كانوا بيخططوا ان هم يهربوا في السر، ولما مسكتهم
مخلص عليا الاوغاد، ابلع الاكل الاول يا ابن الصرمه يا مقرف، بدل ما انت عمال تتف في كل حته كده. معلش لا مؤاخذه يا ست الكل. المهم هكمل لك. حصل مواقف زي دي من نفس الشخصيات في كل محاوله في الظروف الصعبه دي، لكن في النهايه لقيت حل بذكائي. بتساله يو عن حله ده، فبيرد بيقول لها هو بيضحك بجنون، الحل هو ان انا اخلص على كل اللي يضايقني واتبعه. تعالوا بقى نشوف البرنامج التعليمي الرابع في اخر مرحله له قبل تصفيتها، وبنشوف مجموعه واقفين وبيقول واحد منهم خلينا نتقدم، هنبقى بنضيع وقت لو قطعنا الطريق ده كله ورجعنا من غير حاجه. لكن التاني بيعترض وبيقول له احنا اكلنا محدود، افرض ما قدرناش نلاقي قلب الزنزانه، هل هتكون كل الاحجار السحريه اللي جمعناها كفايه؟ فبيرد شخص ثالث منه وبيقول لو متنا هتبقى انت المسؤول. فجاه بيصرخ يون باعلى صوت له عشان كلهم يسكتوا. بتقول واحده منهم ايه يا عم اللي انت بتعمله ده، انت اتجننت؟ فبيرد يون وهو ماسك السيف وبيقول من دلوقتي ورايح انتوا هتمشوا على تعليماتي، واي حد هيقاوم او يعترض هيموت. فبيرد واحد كسب حياته في كيس قلبس باين وبيقول انت اتجننت يالا، انت ايه اللي انت بتعمله؟ وزربو بيديله يون في وشه وبيقول له مش انا لسه قايل اللي هيعترض هيموت يا ابن الصرمه. مع كل كلمه صاحبنا كان بيقولها كان بينزل يسلم على وشه، وبعدها بنشوف الواد وشه كله دم يا عيني واسنانه متكسره. صاحبنا ما توصاش هو بيضربه. بيكمل يون وبيقول امشوا ورايا ومحدش يخاف، انا عارف الطريق كويس. بيظهر هيكل عظمي فجاه فبيضربه يون على راسه وبيكسره، وبيكمل بعدها ويقول هو ده كان اخر واحد فيهم. بتقول واحده منهم بصدمه ده بجد خلص عليهم كلهم لوحده. فبيقول هيون هو ده بقى القلب اللي المفروض ندمره، وبيمسك السيف بتاعه وبيقول سهله، وعلى طول بيضربه بالسيف بتاعه ويكسره. وبكده بتنتهي المرحله الرابعه وبيكسب مهاره القطع بتصنيف A كمكافاه على انجاز المهمه، وكمان بياخد خاتم قوه الاراده بتصنيف B، مستواه كمان بيزيد. بعدها صاحبنا بيقول ليو بناء على النتائج فمكاسب المرحله الرابعه ما كانتش وحشه، احصائياته وقدراتي زادت كتير، ومفيش داعي اذكر لك الحاجات اللي من الوحوش واللي انا قدرت اجمعها وانا ماشي. كان بينهم كده شويه احجار سحريه معرفش فايدتهم ايه، لكن اكيد ليهم فايده قدام. بنعرف كمان ان هو اكتسب مهاره القطع بتصنيف A واللي بتقدر تقسم جسم الخصم لنصين، وكمان خد خاتم قوه الاراده وده بيدي مناعه ضد كل السحر اللي بيستهدف العقل والتاثيرات النفسيه او العقليه. دي برده كانت حاجه حلوه، لكن اكتر حاجه مميزه هي ان انا بقيت اقوى في الواقع كمان. وفعلا بنشوف جسم هيون وكان بيخلص التمرين بتاعه بتاع الضغط وبيقول شكل كده التمرينات العاديه فعاليتها بقت قليله، شكلي لازم اروح اكمل في الجيم ولا. بتجيله رساله على موبايله فجاه وبيشوف في ايه، وبنعرف ان هو انذار طوارئ ان في زنزانه هتتفتح قريب ولازم سكان المنطقه اللي هم فيها يفضلوا في بيوتهم عشان يكونوا حذرين كمان. فجاه صاحبنا بيسمع الناس بتصرخ في الشارع، وبنشوف العفاريت بتكسر في المباني والناس بتهرب ومرعوبه، والعفاريت بتخلص على اي حاجه بتشوفها بتجري. بتيجي رساله من النظام بتقول ان الزنزانه ما تمش تصفيتها في خلال الوقت المحدد، عشان كده باب الزنزانه هيتفتح. فبيقول صاحبنا في نفسه وبيشوف اللي بيحصل احيه هو لسه لحد النهارده ما حدش جه يصفيها ليه؟ ده انا حتى مقدم طلب للحكومه عشان تتصرف. بيفتكر صاحبنا ان يو كانت راحت الشغل وهو بيتدرب، وبيقلق وبيقول ان يو في خطر، وبيجري يدور في البيت كله على اي حاجه يقدر يستخدمها كسلاح، وبيقول بعصبيه معقول مفيش اي حاجه اقدر استخدمها؟ وبيبص بعدها على سكينه في المطبخ وبيقرر يستخدمها كسلاح، وعلى طول بينزل وبيبص على الوحوش اللي في الشارع وهو بيزعق وبيقول عدى وقت طويل يا اوغاد، تعالوا لي يلا كلكم. بتنتبه له العفاريت وبيقول صاحبنا زي ما توقعت انا كنت بجرب لو زائر الغضب هتشتغل، لكني ما قدرتش استخدمها برضه لان مش مسموح استخدام المهارات غير في البرنامج التعليمي بس، لكن كويس ان انا قدرت اجذب انتباههم على الاقل. بيبداوا العفاريت يهجموا عليه وهم بيصرخوا بلغته، فبيقول لهم هيون بسخريه انا مش سامع الكلام العبيط اللي بيخرج من وحوش مستوى 2 زيكم. لكن صاحبنا بيقول في نفسه انا اصلا ما اعرفش اذا كان مستواهم هو الاثنين ولا لا زي البرنامج التعليمي اصلا، لكنه بيبدا يصد ويرد فيهم بالضرب، وبيقول هو بيخلص عليهم مش مهم لان هقدر اعرف مستواهم من حركته. وفورا بيضرب اول واحد بيعدي السلاح من دماغه وبيخلص عليه، وبكل شياكه بيقول شكرا على خدمه التوصيل المجانيه دي. بيتريق على الجوبلين هنا عشان بياخد سلاحه، وبعدها بينضفه وبيقول انا هستخدمه كويس وتقدر ترتاح انت. بعدها بيروح المشهد لمبنى شركه وبيكون الموظفين كلهم مرعوبين، وبنشوف يو واقفه وبنعرف ان ده مكان شغلها. فجاه بتشوف يو تليفونها بيرن واللي كان عليه رسائل من هيون اللي كان بيسالها لو كانت في الشغل ولا لا، فبترد عليه يو وهي مش فاهمه هو بيسال ليه اصلا. وبيسمعوا اصوات جايه وفجاه من ورا الباب والموظفين بيكونوا مرعوبين، لكن فجاه الباب بينكسر وبيدخل هيون وهو بيقول معلش والله ما كانش قصدي اكسره. بيقول هو ماسك السكينه ولبسه غرقان كاتشب اخوك الكبير وصل عشان ينقذك يا يو. بيتدخل المدير ولا معرفش هو مين ده وبيقول له انت كسرت الباب، احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ هنستخبى ازاي؟ فصاحبنا بيقول له معلش ما قدرتش اتحكم في قوتي، بس ما تقلقش يا عم الحاج انا نيمتهم لك كلهم بره زي ما انت شايف، اللي فيكم بيعرف يهوش باي حاجه يروح ياخد سلاح ويحمي نفسه بيه. يو بتقول له انت رايح فين دلوقتي يا مجنون؟ فبيقول لها هنضف لكم المكان كله، اكيد لسه في شويه منهم في المبنى هنا في الادوار اللي فوق. وبعد شويه لما بيخلص
بيخلص صاحبنا عليهم كان جسمه كله مليان جروح واخته بتعالجه، والموضوع اخيرا بيخلص وصاحبنا بينام في المكتب. بتبدا المرحله الخامسه وبنشوف شاشه النظام مكتوب فيها اثبت حكمتك في تجاوز الصعوبات. فبيقول هيون وهو بيبص على النظام انا نسيت خالص بسبب ان انا كنت مشغول الفتره اللي فاتت دي، وشكل كده كنت نمت على نفسي. بيشوف صاحبنا ناس عمالين يتكلموا مع بعض ومش فاهم اي حاجه منهم لان واضح ان في بينهم خلاف. صاحبنا بيحاول يفهم اللي بيحصل، واخيرا بتظهر شاشه النظام بتقول شرط النجاح هو هزيمه الشيطانه اللي بتتنكر على هيئه البشر، اما شرط الفشل هو الموت. وبنعرف ان الشيطانه بتخفي هويتها الحقيقيه والمفروض عليهم يكتشفوها، وبيحطوا قدامه البنات دول كلهم واحده واحده يمكن تطلع فيهم واحده الشيطانه. بيقول هيون لنفسه هي مش الشيطانه دي اللي بتظهر في حلم المخلوقات اللي بتبان للراجل وهو نايم عشان تاخد منه طاقه حياته؟ بس المشكله دلوقتي ان البنات دي كلها جميله، هو انا ازاي هكتشف الشيطانه اللي بينهم؟ بنلاقي واحده بتدخل على صاحبنا وبتقول له هيون تفتكر مين الشيطانه اللي موجوده فينا؟ فبيقول هيون لنفسه ودي كمان جميله. بيرد ويقول لها للاسف ما عنديش فكره. بيركز معاها وبتظهر فجاه شاشه النظام وبيكون مكتوب ان خاتم قوه الاراده بيقاوم محاوله السحر، وبنعرف ان خاتم قوه الاراده من التصنيف بيه بيدي مناعه عاليه ضد كل التعاوذ المتعلقه بالعقل والهجمات العقليه من الرتبه A واقل. وبنشوف هيون قاعد عند خيمه وقدامه نار وبيفكر في المراحل اللي مر بيها من بدايه البرنامج التعليمي، وبنلاقيه بيقول المرحله الاولى كانت سرج الجحيم، والمرحله الثانيه كانت معركه اسبوع كامل مع العفاريت، اما المرحله الثالثه كانت مع زعيم الغرق بعد 10 ساعات من الزحف، المرحله الرابعه كانت مشروع جماعي لمده شهر في الجحيم. وبيقول وهو بيبتسم اخيرا هعرف استمتع شويه بمرحله حلوه، ولكنه ما كانش يعرف ايه اللي مستنيه صاحبه. بيحط ايده على بقه وبيقول المفروض اتحكم اكتر في تعبيرات وشي لان اللي هيتعرف على الشيطانه هتستهدفه، ولو عرفت ان انا عارف الموضوع ده هيروح فيها على طول. بيقعد صاحبنا يفكر مع نفسه بيقول بما انها شيطانه فهي اكيد كائن قوي جدا قادر يتنكر في هيئه انسان، وكمان جايز تكون شاطره كمان في السحر. المفروض استخدم شخصيه غير لاعبه بدل ما تسرع واخليها هي اللي تخلص المهمه مكاني، وبما ان شخصيات الذكور الغير لاعبه ممكن تقع بسهوله تحت تاثير الشيطانه فالافضل ان انا استخدم الشخصيات البنات. خلينا افكر في الموضوع ده وقت تاني، خلينا انام شويه. لكنه يا صاحبي بيفتح بعدها عينه وبيبص على السقف وبيقول ايه ده انا حاسس ان انا شفت السقف ده قبل كده، وفجاه بيقوم يزعق هو مصدوم وبيقول ده مكتب يو يا بنت الصرمه. وبيكون في 2 موظفين وفي واحد منهم بيتخض بيقول له انت صحيت، اما التاني فبنلاقيه بيقول انا كنت لسه اصحيك عشان الجيش وصل. فبيقول صاحبنا هو متعصب وما كانش مستمع لهم اصلا، اكيد بنت الصرمه دي عرفت ان انا عارف الموضوع وخلصت عليا لما نمت. بيسمع بعدها صوت ضرب نار وبيقول ايه ده انت قلت مين اللي وصل من شويه؟ بنشوف بعدها عربيات الجيش في الشارع وبيكونوا مسلحين وبيضربوا النار على العفاريت، وبيشوف صاحبنا اللي حصل من المبنى وبيكون الموظفين مبسوطين لان الجيش جه وانهم اكيد كده في امان، اكيد دلوقتي العفاريت مش هتقدر تتغلب على قوه الاسلحه الناريه. اما هيون بنلاقيه بيقول لا لسه الموضوع ما خلصش. فجاه بيحس بضغط رهيب وبيقول في نفسه هو ايه الشعور اللي انا حاسس بيه فجاه ده؟ انا حاسس ان في حاجه خطيره هتحصل. بنشوف 2 من الجيش وهم في عربيه الجيش وبيضربوا في العفاريت، وواحد منهم بيقول انا قلت لك دول مش هيخلصوا، اما التاني بيقول له هو الجيش ما علمكش انك تفضل تضرب نار وانت ساكت بس؟ فبيرد الاول وبيقول له شكل الموضوع مش هينفع معاهم. بيشوف واحد تاني من الجيش بيضرب نار على عفريت لكنه مش بيموت، وفجاه بيضرب العفريت ده الظابط وبيخلص عليه، وبيبص بعدها على العربيه وبيقول واحد منهم ايه ده كل اللي هناك ماتوا؟ يعني كلهم مصدومين وبيضربوا عليه النار بس للاسف مش بيموت، وبيفضل مكمل وبيروح في اتجاههم. فبيقول واحد منهم بيسوق العربيه بسرعه ويهرب، لكن العفريت يا صاحبي بيجري وراهم وبيهجم عليهم وعلى طول بيضربهم وال3 عربيات بيخبطوا في بعض وبيقف. الموظفين اللي كانوا بيتابعوا اللي بيحصل بيقولوا ايه ده احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ ده حتى الجيش مش قادر لهم. العفريت كان خلص على ضباط الجيش اللي كانوا في العربيه، وبنشوف الجندي سونج متعور وبيقول لطاي ايه اللي بيحصل ده؟ الفرقه الثالثه بالكامل اتهزمت. فبيقول سونج الراجل الاشاره انا عايزك بسرعه تروح تطلب الدعم، وبيمسك راسه وبيكون بيتألم وبيقول وايه اللي حصل بس عشان يحصل كل ده؟ ازاي الموضوع بقى بالسوء ده؟ بيطلع العفريت على العربيه بتاعتهم من قدام، فبيقول سونج الراجل الاشاره فين الدعم؟ لسه ليه محدش وصل؟ فبيقول راجل الاشاره هم قالوا لنا ان هم هيبعتوا مدني يقدر يخلص على العفريت ده. فبيرد سونج وبيقول له شخص واحد بس وكمان مدني؟ احنا كده خلاص هنروح في السكمان. فجاه العفريت بينط على العربيه بتاعتهم وكلهم بيكونوا مرعوبين، فبيحاول سونج يضرب عليه نار وبيقول موت بقى يا ابن الصرمه ايه ده؟ لكنه بيلاقي السلاح بتاعه بايظ، والعفريت بيكون خلاص نزل على عربيتهم وهيجيب اجله. بس فجاه هيون بيضربه بحجاره كبيره في دماغه وبيبعدوا عنهم وبيوقعوا على الارض بعيد. فبيبص سونج بصدمه وبيقول ايه ده وايه اللي حصل فجاه ده؟ صاحبنا بيدخل له بيقول له انت كويس ابو الصحاب؟ اكيد انت بتعدي بصعوبات كتير كجندي في الاوقات الحرجه اللي زي دي. يخرب بيت الابتسامه اللي على وشك يا اخي. وبصراحه الواد عنده حق يبقى مصدوم ويرفع السلاح عليه، ما انت قطعت له الخلف من الخضه دي. صاحبنا بيقول له ايه ده ايه ده يا عم الحاج انا انسان وربنا زيكم. فبيقول له سونج ايه انت بجد انسان؟ ليه يا عم هو مش باين عليا ان انا انسان ولا ايه؟ بيقول سونج في نفسه هو الشخص ده متطوع شكله
شكله قوي جدا. بيقف سونج وبينحني قدام هيون وبيقول له انا اسف انا متوتر بس شويه. فبيقول له هيون ولا يهمك انا متفهم الموضوع وانك يا دوب نجيت لسه من الموت. بيشكره سونج عشان ساعده. فبيقول هيون ملوش لزوم الشكر ده واجبي. بنشوف بعدها العفريت اللي بدا يسند على الارض عشان يقوم نفسه. وبيقول هيون وهو بيبص عليه شكل الحقير ده مركز عليا انا دلوقتي كويس لان الجيش لو كان اتقضى عليه بالكامل كان زمان العفريت ده دلوقتي في شركه هيون عشان كده خلينا نتعامل مع الموضوع ده بسرعه. بيقول هيون لسونج ما تضربش نار من سلاحك عشان ممكن تصيبنا انا. صحيح هو انت عندك غاز مسيل للدموع مش كده؟ فبيرد سونج وبيقول له احنا معانا احنا جبنا كل الادوات تقريبا. فبيقول له هيون كويس ارمي لي واحده منهم. بعدها بينط هيون من العربيه. فبيقول له سونج طب خد قناع الغاز الاول. بس هيون بيقول له مش مشكله مش هيعمل لي حاجه اعمل بس اللي بقول لك عليه بسرعه ومفيش وقت للشرح. اما يو بقى كانت بتشوف كل اللي بيحصل من مقر الشركه وبتكون خايفه على هيون. بيوصل صاحبنا وبيقول للعفريت يلا بينا يا معلم ومعلش بقى عشان اللي انا هعمله فيك ده حاله. بصراحه انا مش زعلان منك انت شخصيا لكن من فصيلتك بالكامل عشان خلوني اموت 7 مرات قبل كده. بيرمي الجندي قنبله مسيله للدموع في اتجاه العفريت وبيبدا الغاز ينتشر والدموع بتنزل من هيون والعفريت. بيقول صاحبنا والدموع بتنزل من عينه سواء كان عفريت عادي ولا حتى زعيم كلهم عندهم نفس نقطه الضعف. بيمسك سيفه وبيروح على العفريت وبيقول جسمك صلب بقى وبيرد رصاص مش كده ورينا تقدر ترد السيوف برضه ولا لا. وعلى طول صاحبنا فضل يضرب بالعفريت بالسيف بتاعه لكنه بيصد بالسلاح بتاعه هو كمان بس الاتنين بيقعوا بعيد عنهم. فبيقول هيون ده مش مهم وعلى طول بينزل عليه بالبواني والبوكسات وبوم طخ وف يحيى فين يوجعه. بيروح يمسك سيف تاني وبيقول ايه يالا انت جسمك صلب كده ليه انت خنزير. وعلى طول بينزل عليه بالسيف مره تانية وهو بيشتمه. اما سونج فبيكون متابع ومتوتر من اللي بيحصل وبيقول في نفسه هو لسه العفريت ما حصلوش اي حاجه ازاي هو ايه اللي بيحصل هناك بالظبط. بيوصل فجاه واحد وراه لابس قناع وماسك سيفين وبيقول كنت فاكر ان المفروض انا الدعم الوحيد هنا. بنشوف يون اللي كان بيعدل نفسه وماسك سيفه وبيبص على العفريت وبيقول لنفسه الوقت ده انا كنت متوقع ان جسمه صلب بس ما توقعتش ابدا ان هو مش هيسيب اضرار كبيره. لو الموضوع استمر على نفس الحال فقدرتي على التحمل هتقل. الحاجه الوحيده اللي اعرفها في استخدام السيوف هي القطع وبس. وفجاه بيسمع حد بيقول له من فضلك اعذرني لحظه وده بيكون الدعم اللي كان جه من شويه واللي بنعرف اسمه سون. بنلاقيه بيضرب العفريت بسيفه. فهيون بيقول في نفسه الواد ده سريع جدا هو مين الواد ده بالظبط. اما سون فبيقول ايه ده جسمه مش بيتاثر نهائي ده كاني بستخدم سكينه عشان اقطع صخره. بيزعق على هيون وبيقول له ان الوحش ده مجرد زعيم زنزانه من الرتبه اف فحتى لو كان جسمه صلب لسه اكيد عنده نقطه ضعف. فبيستغرب هيون وبيقول زنزانه من الرتبه اف شكلك عارف معلومات كتير بقى على كده. انا ما اعرفش انت مين بس انا فاهم قصدك خلاص. وعلى طول صاحبنا بيجري في اتجاه العفريت وبيقول لسون عندك اي افكار حلوه نعملها. الاتنين بدأوا يضربوا العفريت مع بعض سوا وبيقول صاحبنا لسون قوتي البدنيه مش قويه قوي احتمال كده قدرتي على التحمل تخلص قريب. فبيقول سون انا عارف انا لاحظت كده اول ما شفت. فبيساله هيون وهو بيضرب العفريت بالسيف هو انا المفروض اعمل ايه دلوقتي لما القوه بتاعتي تخلص. وعلى طول بينزل بضربه قويه على دماغ العفريت لكن المفاجاه ان سلاحي هو اللي انكسر. ما ينفعش كده انا لازم الاقي سلاح تاني يكون احسن. بيبص جنبه وبيشوف الحربه بتاعت الزعيم اللي كان ماسكها فبيجري وبياخدها. وسون بيقول لهيون انا بتميز بالسرعه لكن بفتقر للقوه عشان كده عايزك انت تضرب الضربه القاضيه مكاني وانا هعطله وابطأ حركته. بيجري هنا وهو ماسك الحربه بيقول لنفسه الوضع صعب انا عارف ان اللي بيعمله سول ملوش لازمه زي ما قال وهو حاليا بيدافع عن نفسه بس يا ترى اهجم فين دلوقتي. اظن المناطق اللي ورا المفاصل هيبقى الجلد فيها مش سميك. وعلى طول صاحبنا بيجري عشان ينفذ عليه الضربه بتاعته ويخلص عليه وزريبو بيرشقها له في طيبه قلبه. الله عليك يا فنان عرفت تختار صح. معلش يا ابو الصحاب والله ما كانش قصدي انا اسف بس خلاص بقى اللي حصل حصل. وعلى طول بيرفع صاحبنا على الخازوق وبينزل بيه بضربه قويه جدا على الارض وبيقول اكيد جسمه دلوقتي مش هيبقى صلب عند بقه. وفورا بينزل بالحربه في بق الوحش بتخترق دماغه من ورا وبيموت. سون بيكون واقف مبهور باللي حصل وبيقول لنفسه الواد ده قوي جدا هو الواد ده جه منين بالظبط هل هو منتسب جديد. بيشوف هيون حاجه صفرة وقعت ورا راس العفريت وهو بيقول لنفسه هو ايه ده بالظبط. فجاه بتظهر شاشه النظام وبيكون مكتوب فيها لا يمكن التحقق من المعلومات والعناصر بما ان البرنامج التعليمي ما زال مستمر. فبيقول هيون لنفسه انا ما اعرفش الحاجه دي هيتم استخدامها في ايه بس انا هخليه معايا دلوقتي بس للاسف مفيش معايا مكان في المخزن دلوقتي يا رب يخلص البرنامج التعليمي الزفت ده بقى بسرعه. فجاه سون بيقرب من صاحبنا وهو بيقول له بعد اذنك. صاحبنا بيكون في عالم موازي اصلا ويقول لنفسه العناصر المفروض تتوزع ولا ايه لا ما ينفعش هو اللي دخل في القتال بتاعي والمفروض انا اللي استحق المكافاه دي. وعلى طول صاحبنا بياخد بعضه وبيهرب من المكان وبيقول لسون معلش بقى بالصحاب اصل انا سايب النار على الشاي يلا سلام انا بقى. بيقول سون احيه ده اختفى انا كنت عايز اساله عن اسمه بس. بيقلع بعدها القناع اللي كان لابسه وبيقول ومين الواد ده بالظبط. المهم بقى بعدها بنلاقي هيون بيقول بعد هزيمه العفاريت بكام ساعه من وقت الغروب كانت الدنيا هديت وخدت اختي وروحنا من الشارع لكن تحس الحيطان بتاع المدينه كاننا طالعين من فيلم اكشن. بيدخلوا الشباب البيت ويو بتقول لهيون انت مشيت من غير ما تقفل الباب مش كده عشان نعرف يا صاحبي ان البيت كان متبهدل على الاخر. فبيقول لها هيون شكلي كده فعلا. فبتتعصب يو بتقول له انا غبيه اصلا عشان فكرتك هتعقل خلينا ننضف الاول وبعدها نحضر الاكل مش عارفه اصلا هنلاقي حاجه ناكلها ولا لا. الشباب فعلا حضروا الاكل واثناء ما كانوا بياكلوا كانت يو بتتفرج على التليفون
بتتصدم وبتقول ايه ده؟ ايه اللي انا شايفاه ده بجد جنون. يو بتوري هيون التليفون وبيكون الفيديو بتاع هيون كان نزل على اليوتيوب في قناه المنوى الطرش وهو بيضرب العفريت. فبيمسك هيون الموبايل وهو مصدوم وبنلاقيه بيقول ايه ده انا هو الطرش عملها ولا ايه؟ فبتقول له يو شكل كده حد صورك وانت بتقتل في الشارع يا معلم. صاحبنا هيون بيتفرج على التعليقات واللي كان معظمها المدح والدهشه بقوه هيون وانه كان قدر يخلص على الوحش لوحده. صاحبنا بيكون مبسوط قوي باللي حصل ده، بس يو بتقول له وشك ده ما ينفعش ابدا يكون وش بطل، ده انت سوابق يلا. فبيقول لها هيون ماله وشي؟ انت ليه دايما بتتنمري على وش الوسيم ده؟ وفي اللحظه اللي بعدها يا عيني عينه بتقع على التعليقات وواحد منهم بيقول حد شاف وشه يا جدعان؟ ده كانه شرير مش بطل ابدا. يعني الكل بدا يضحك عليه في التعليقات. فبنلاقي هيون بيقول لها هو انا بجد وشي حد شرير؟ فبيتاكد له يو على الكلام يا عيني وبيعيط. بيروحوا بعدها عشان يناموا. فيو بتقول له انت يلا انا مصدعه وتعبانه من اللي حصل النهارده فمش عايزه اصيح على الصبح. بيقول لها هيون ما تقلقيش المرحله دي حلوه قوي بالنسبه لي. فبتقول له يو خلاص ماشي بس انا لسه فيا جزء مش مصدق بصراحه. على العموم انا بتمنى لك التوفيق. بعدها بنلاقي هيون بيقول هو باصص للسقف وبيفكر في سون الراجل ده كان قوي جدا، يا ترى هو خلص كام مرحله عشان يبقى بالقوه دي؟ انا بدون مهاره اعاده الاحياء كان زمان طلعت من المرحله الثانيه. مش مهم افكر في كل ده، كده كده انا خلاص هنهي المرحله الثامنه وبكده ممكن اكون اقوى من اي شخص. صاحبنا بعدها بينام وهو بيفكر في الشيطانه الجميله اللي شافها امبارح في البرنامج التعليمي، ومع انها كانت خلصت عليه لكنه متحمس عشان يشوفها من تاني. بيشوف نفسه ان هو في مكان تاني وبيكون مغمض عينه وبيقول خليني بقى اشوف حاجه حلوه في البرنامج التعليمي المعفن ده. لكنه يعني لما بيفتح عينه بيلاقي قدامه عفريت صغير وزربيه وبيديله بوكس ويخلص عليه ويقول له خضتني يا ابن الصرمه. فالعفريت ده بيقع على الارض من الضربه وهيون بيقول في نفسه وهو بيبص حواليه ايه ده؟ هو ايه اللي جاب العفريت ده هنا؟ بتظهر له شاشه النظام واللي بيكون مكتوب فيها شرط الانهاء واللي هو غزو قبيله العفاريت وانهاء الزنزانه، اما شرط الفشل هو الموت. وبيعرف بعدها ان عفاريت الكهف عندهم حاسه السمع ممتازه لكن رؤيتهم ضعيفه شويه. المهم بعدها بنلاقي عفاريت كتير حوالين هيون وصاحبنا بيقول ده انت نظام ابن صرمه صحيح، يعني انت جاي تقول لي دلوقتي ان هم بيسمعوا كويس؟ بيقرب العفاريت من هيون واللي بيقول هو متضايق وبيزعق هو ليه بس محتوى البرنامج التعليمي اتغير. بينتقل المشهد وبنشوف واحد مضروب في وشه وبيجيب دم وواحد تاني واقع على الارض وبيقول الشخص اللي انضرب ازاي شخص لسه ما طلعش من البرنامج التعليمي يكون اقوى من مستخدم قدره؟ فبيقول له الشخص اللي بيضربهم ده وفيها ايه يعني؟ مفكر عشان معاك شويه قوه مش عارف تستخدمها هتبقى اقوى مني؟ وبيبص بعدها على الفيديو بتاع صاحبنا هيون وبيقول بس الشكل كده في ناس كتير قوي من مستخدمين القدرات دول كمان. وبيبتسم بشر وبيقول يا ترى لو اتقتلت معاه وخلصت عليه ايه احساس الشعور ده؟ بتبدأ المرحلة التعليمية الخامسة الجولة الثالثة وبتظهر شاشة النظام وبنعرف ان شرط الانتهاء هو هزيمة شبيه الوحش. الشيء ده بيستخبى بين الناس وبياكل البشر كل يوم وحالة الفشل هي الموت. فبيقول هيون في نفسه وحش بياكل البشر كل يوم، انا على كده بقى لازم الاقي الشبيه ده واخلص عليه مش كده؟ وبنشوف ناس كتير حوالين هيون. فبيقول هيون في نفسه يا مش دي برضه كانت شبه الجولة الاولى بتاعت الشيطانة؟ شكل كده لازم استخدم حكمتي المرة دي كمان. وفجأة هيون بياخد نفس عميق وبيزعق بكل حسه والكل اخيرا بينتبه له. بيبص لهم وبيقول لهم بكل رعب من دلوقتي ورايح اي حد هيتحرك يموت لحد ما نشوف مين فينا هو الوحش الشبيه. لكنه بعدها صاحبي بياخد على عينه وبيموت زي العبيط لما بيتجمعوا عليه ويضربوه. بيبقى ايه مش مصدق وبيقول انا عمري ما توقعت ان انا هكرر نفس الفشل لاكتر من شهر ونص. بيجي الليل وبنشوف فيها عامل مثقف بروح امه وبيقرا في كتاب وبيكلم اخته وبيقول عامله ايه يا يو؟ زي ما انت شايفه كده فاخوك الكبير اتولد من جديد بذكاء. يعني البت فاضل لها شويه وتروح مستشفى المجانين من الهطل اللي بتشوفه ده. انت مش طبيعي يلا انت لازم تروح تتعالج. فبيرد بطلنا العبيط وبيقول حاولت اغير من شكلي يمكن اتغير كمان من جوه. بيتكلم وهو متعصب ويقول عدى 53 يوم 53 يوم مت فيهم في المرحله الخامسه بس. بيقولوا لازم استخدم الحكمه عشان انجح لكن في كل مره المحتوى بيتغير. حتى لو اينشتاين بنفسه وذكائه الخارق دخل مش هيقدر يحلها. بتقول له يو احنا لو كنا زرعنا لك دماغ تانية كان الموضوع خلص. انت بتقول الكلام ده في كل مره تموت فيها وتفضل تصيح كده برضه. لو كان عندك فلوس كنت تشتري بها عزل صوت بدل البدله اللي انت لابسها للاوضه بتاعتك دي بدل ما نقوم كل شويه من النوم مفزوعين بسببك. بيروح صاحبنا تاني للمرحله الخامسه وبيبص هيون حواليه عشان يشوف هو فين بالظبط. بيحس كانه في زنزانه وبيبص على شاشه النظام وبيقول ايه نوع المهمات الزفت اللي المفروض اعملها المره دي؟ بيشوف مكتوب في شاشه النظام شرط النجاح وهو انهاء الزنزانه بمستوى اف والوحش اسمه الترانكس. صاحبنا بيفرح وبيقول ايوه بقى مهمات بتعتمد على العضلات مش العقل. اخيرا بيدخل وبيشوف وحش ضخم كده شبه العنكبوت وهو ده الترانكس الباسط. بيندفع على الوحش وبيقول اخيرا هقدر اعدي المرحله الزفت دي. بدا الوحش يتف
وبيتف على هيون بالهجمات بتاعته. فبيستغرب هيون وبيقول ايه ده، هي العناكب بتف سم؟ ولما بيبص على ايده بيحس انها اتسممت، وفورا بيمسك السيف بتاعه وبيطيرها قبل ما السم يتغلغل داخل جسمه. وبيبص على الوحش بعدها وبيتدحرج من تحته وبيقول جه الوقت عشان تتوجع زي انا كمان. وزريبو بيديله في طيبه قلبه يا صاحبي. انا مش فاهم الواد ده فاهم نقاط ضعف الوحوش غلط ولا ايه؟ بيظهر شاشه النظام عليها نقاط عشان يتتبعها ويقدر يخلص على الوحش، لكن هيون بيتجاهلها وبيقدر يقسم الوحش نصين وبيقول انا مش محتاج نقاط ضعف ولا تلميحات، كل اللي عليك تعمله عشان تعدي المرحله دي هي انك تخلص على الوحش باي طريقه كانت. بتطلع شاشه النظام بتقول له مبروك انجازك للمرحله الخامسه، الجائزه اللي هتاخدها هي مهاره قوه العملاق من الفئه بي. بيبقى هيون مبسوط وبيقول مين بس اللي محتاج عقل عشان يخلص على الوحوش؟ طالما معاك القوه المناسبه فانت مش محتاج حاجه تانية. بنعرف بقى ان قوه العملاق بتحسن من القوه الجسديه باستخدام القوه السحريه، وكمان بتزود احصائيات القوه ب 12 نقطه لمده 10 دقائق. بنشوف احصائيات هيون واللي وصلت احصائياته في القوه 21 والرشاقه 20 والحيويه 20 وكمان القوه السحريه 20. اما قدرته الفريده هي اعاده الاحياء، وقدرته التلقائيه، ومعنى تلقائيه هنا انها مش بتحتاج يتم تفعيلها، واللي هي السيافه المتوسطه والدرع البسيط والقوس البسيط. اما قدرات التفعيل هي زائر الغضب والتجدد ومهاره الانشطار لنصفين، واخيرا قوه العملاق. بنروح للمدرسه وبنشوف واحد ماسك راسه وبنعرف ان اسمه منسو، وبيقول انا تعبان من البرنامج التعليمي الزباله ده. فبيرد عليه واحد وبيقول له صحيح انت عندك 18 سنه دلوقتي، قول لي مرحلتك الاولى كانت عامله ازاي؟ فبيقول له كانت مخيفه زي ما قالوا في الاخبار، لكن قدرت اعديها بسلام، بس المشكله في اللي هيقابلني بعدين، مفيش نصايح كويسه بعد المرحله الخامسه وطالع. فبيرد صاحبه وبيقول له بمجرد ما بتعدي المرحله الرابعه فانت من ضمن ال1% اصلا اللي عدوها في العالم كله، شكلهم كده بيحفظوا المعلومات المهمه تحت حراسه مشدده بينهم. لحظه، في تحديث بيقول ان في شخص خلص لحد المرحله السابعه امبارح وهيبدا بتحدي المرحله الثامنه كمان، هل ده بجد حقيقي؟ بيشوفوا معلومات المرحلة الرابعة واللي هي قيادة الفريق، لكنه قال انك تقدر تسيطر على اعداء الفريق بتاعك بالقوة. اما بخصوص المرحلة الخامسة فهي مرحلة الحكمة، انت لو زودت من قوتك هتقدر تعديها برضه. اما بقى بالمرحلة السادسة فهي تدمير كل الاعداء وكمان الحلفاء بدون استثناء. المرحلة السابعة هي التفاؤل وهدفها تدمير الاعداء بس. طبعا في التعليقات مفيش اي حد مصدق الكلام الهبل ده وبيشتموا صاحب المنشور. ايوه هو ده صاحب المنشور. هيون بيبقى متعصب وبيشتم فيهم عشان هو الشخص اللي عدى لكل المراحل دي ووصل لحد المرحلة السابعة. انت بتصرخ ليه لو عامل دوشه يالا؟ فبيقول لها هيون شويه الاوغاد دول انا شاركت معاهم الاستراتيجيات بتاعتي وطالعين يكدبوني. بتقول له يا عم ما تشغلش بالك بيهم وخليك في نفسك وبس. فبيقول لها هيون استنى عليا بس اخلص المرحله الثامنه، انا هبقى خريج البرنامج التعليمي الثالث في جنوب كوريا كلها، وهبقى بنفس قوه زعيم نقابه الزنزانه هان او حتى دونجو رئيس اتحاد مستخدمين القدرات. فبتبص عليه وبتضحك وبتقول له نفسي مين يا غالي؟ انت هتقارن نفسك بالعباقره دول؟ ده انت احتجت اكتر من 4 شهور عشان تخلص البرنامج التعليمي بعد كذا محاوله. بيقول لها هيون هتشوفي بنفسك قريب. بنشوف بعدها شاشه النظام واللي بتقول مرحبا بك يا هيون، اتممت المرحله التعليميه السابعه، هل ترغب في الدخول للمرحله الثامنه والاخيره؟ بياخد صاحبنا سلاح من الدرجه بي واللي بيكون سيف بلجان، وده كان مكافاه على المرحله السادسه. السيف ده كان خاص بمرتزقه قوي جدا واللي عمل اسم لنفسه في ساحه المعركه لمده 30 سنه. كان سيف كويس جدا لكن السيف امتص دم بلجان وبقى مشبع بالهاله الشريره، وكمان في مهاره داخليه اسمها الهيجان. هيون كمان اخد درع بمناسبه المرحله السابعه، واسم الدرع ده هو درع رولاند الفارس، والدرع ده فيه ميزه التجدد التلقائي والاصلاح الذاتي لو انكسر. بيقول هيون في نفسه انا لو قدرت كمان اخلص المرحله الثامنه فاقدر ساعتها استخدم المغزى، وكمان هقدر اعرف العنصر اللي انا اخدته لما خلصت على العفريت برضه. انا عارف ان انا مش هقدر اخلص المرحله دي من مره واحده، لكنها اكيد مش هتاخد اكتر من اسبوع مني. بيدخل هيون المرحله الثامنه وبتظهر شاشه النظام بتساله ايه هي قناعتك. فبيستغرب هيون ومش فاهم يعني ايه وايه اللي بيتكلم عنه النظام ده. فضل يفكر شويه كده لكن بيقطعه من تفكيره زلزال بيحصل في المكان، والمكان من حواليه بيتشقق والفضاء نفسه بيتدمر. ولما بيبص تحته بيلاقي كسر حصل تحت رجله، وفجاه بيلاقي نفسه بيقع من المكان وبيغوص لتحت، واول ما بيفتح عينه بيلاقي نفسه في مكان تاني خالص، وبيلاقي صوت بنت بتتكلم وبتعدي من خلاله وكانه مش موجود. فبيقول يون في نفسه هي عدت مني دلوقتي؟ هو انا مش مرئي بالنسبه لهم ولا ايه؟ وبعدين فين المكان ده بالظبط؟ هل ده كوكب الارض؟ بيلاقي ناس شكلهم غريبه مش بشر ومستغرب من اللي بيشوفه، لان في كمان مخلوقات تانية غير البشر موجوده في المكان. وبعدها بيبص على واحد تاني وبيحس ان الشخص ده بيبص له، وبيقول في نفسه هو بيبص عليا بتركيز كده ليه؟ هو بجد شايفني؟ ولما بيركز هيون معاه وبيشوف في انعكاس عينه بيشوف ان هم ما كانوش بيبصوا له اصلا، لكن بيبص على حاجه وراه. وفجاه لما بيتضير هيون وبيشوف وحوش كتيره جدا خرجت من بعد فراغي وبيجتاحوا المدينه وكل مكان. بيقول هيون في نفسه انا شفت وحوش منهم قبل كده ووحوش تانية اول مره اشوف، ده مختلف تماما مقارنه بالزنزانه اللي انا كنت فيها من شهرين، ده كانه بالظبط مشهد لنهايه العالم. وبيظهر له النظام وبيقول له الوقت المتبقي حتى الاتصال ببعد هاكين 4 سنين و278 يوم و3
23 ساعه. فبيقول هيون في نفسه برعب، هل دي هتكون شكل الارض بعد 5 سنين؟ بيبص صاحبنا على الارض وبيشوف ظل ضخم، ولما بيبص وراه بسرعه بيلاقي وحش ضخم جدا اطول حتى من ناطحات السحاب والمباني نفسهم. الوحش ده كان بيتمشى وبيكسر في اي حاجه في المدينه وهو ماشي، وقبل ما رجل الوحش ده تنزل على بطلنا اللي كان حاطط ايده على وشه مرعوب بيتم نقله فورا لعالم تاني. وبيقول في نفسه هو ايه اللي انا شفته ده بالظبط؟ هل ده كان وحش برضه؟ فجاه بيسمع شخص بيكلمه وبيقول له ايه كان شعورك بقى بعد اللي انت شفته ده؟ بدا الشخص ده يظهر واحده واحده وبيكون حواليه هاله ضوئيه، وبيبص عليه هيون وبيقول هو انت مين بالظبط؟ فبيقول الشخص ده انا من مشرفين الابعاد. هيون مش فاهم اي حاجه، فبيكمل المشرف وبيقول المرحله الثامنه عباره عن مقابله معايا، انت تقدر تسالني اي حاجه عندك فضول فيها، ده برضه من ضمن وقتك الثمين بالنسبه لك. فبيفكر هيون شويه وبيقول له هو ايه اللي انا شفته من شويه ده؟ هل ده اللي هتكون عليه كوكب الارض بعد 5 سنين؟ فبيرد المشرف وبيقول له ده بيعتمد على اللي انتوا هتعملوه من دلوقتي. بس هيون مش فاهم برضه وبيقول له مش انت كائن قوي؟ ليه ما توقفش كل اللي بيحصل ده وتنقذ الارض؟ فبيرد المشرف وبيقول له زي ما قلت لك انا مجرد مشرف مش حارس للارض، انا بحافظ على التوازن وبس. نظام الحاله والبرنامج التعليمي اللي انتوا اخدتوهم يا سكان كوكب الارض هو ده اللي انا اقدر اعمله لكم. ودلوقتي خليني اسالك انت سؤال. بيقول هيون اسال يا سيدي. فبيرد المشرف ايه هي القناعات اللي بتحركك؟ ايه اللي انت عايش عشانه لحد دلوقتي؟ فبيرد هيون وبيقول له ايه السؤال العميق ده؟ انت ليه بتسالني السؤال ده؟ فبيقول له المشرف تقدر تقول كده ان هو فضول جالي بعد مراقبه البشر، كل الكائنات اللي شفتها كانت مثيره للاهتمام وبالاخص فيهم هم البشر. فبيبتسم هيون بسخريه وبيقول له شكلك ما راقبتش كويس، على الاقل في الدايره اللي انا عايش فيها مفيش حد عايش حياته كويس عشان يفكر في اللي انت بتقوله ده، احنا بنعاني يوم ورا التاني عشان نقدر نعيش اليوم بيومه. فبيقول له المشرف هو انت عندك حاجه عايز تنقذها يا سيد هيون؟ فبيقول له هيون بكل فخر اكيد طبعا، اختي الصغيره الغبيه دي وابويا وامي، انا لازم طبعا احمي عيلتي. طب هل فكرت تبقى بطل قبل كده؟ فصاحبنا بيندهش من السؤال وبيقول له انا بعد ما مت اكتر من مره بقيت عارف مكانتي كويس. هو انك تكون بطل دي حاجه فخمه جدا، لكن الشغلانه دي ما تناسبنيش انا. فبيقول له المشرف من اللي انا شفته من الابطال فبيكون عندهم موهبه طبيعيه، لكن انت فعلا يا سيد هيون تقريبا ما عندكش اي موهبه، على الله حكايتك يعني. لكن انا شخصيا من معجبينك لان كنت بستمتع جدا وانا بتفرج عليك في البرنامج التعليمي. بيقول هيون في نفسه وانت بتسمي اللي كان بيحصل معايا ده استمتاع؟ ايه الكائن ابن الصرمه ده؟ فجاه كده صاحبنا بيفتكر حاجه وبيسأل المشرف عن المرحلة الخامسة واللي كان مفتاحها الحكمة، هل المفروض كل مرة كانت المهمة فيها تتغير؟ لكن المشرف مش بيرد عليه وبيقول له وقتك معايا خلص، اتبسطت بمعرفتك يا سيد هيون. فبتظهر شاشة النظام وبتعرفه ان هو انتهى من المرحلة الثامنة، وبيقول المشرف لهيون ان البرنامج التعليمي كان مجرد مقبلات للي جاي، الرحلة الحقيقية هتبدأ دلوقتي، سواء كنت حابب ده ولا لا فانا واثق انك هتكون البطل اللي هينقذ كوكب الارض. وعلى طول صاحبنا بيتم سحبه عشان يخرج من المكان، لكن هيون بيعافر عشان يحاول يكلمه، وساعتها بيفهم من عدم رده ده ان هو كان السبب في تغيير الحالة او المرحلة الخامسة كل مرة. فبيقول له المشرف مبروك التخرج من البرنامج التعليمي يا سيد هيون، انا متطلع للي انت هتعمله في المستقبل. بنشوف شاشة النظام مكتوب فيها انت الشخص رقم 62 اللي هيتخرج من البرنامج التعليمي في العالم، وكمان حصلت على لقب خريج البرنامج التعليمي. بيقولوا هين في نفسه زي ما توقعت ابن الصرمة ده هو اللي كان السبب، وكالعادة بيقوم يصرخ لكنه بيلاحظ ان في حاجة كاتمة صوته وبيشيلها. هو ايه اللي في بقي ده؟ بتقول له يو اللي كانت قاعدة جنبه ده شراب معفن من بتوعك، انا كنت متوقع انك لما تصحى من النوم هتزعق كالعادة وتصرخ، فقلت اقفل بقك قبلها، وانت ما لقيتيش اي حاجه يعني تحطها في بقي غير شراب معفن. فبتضحك يو بتقول له عشان بعد كده تبقى تصحى بهدوء وما تبقاش متعصب، ومن شكل وشك كده فانا حاسه انك فشلت المره دي كمان صح؟ هتاخد قد ايه بقى المره دي عشان تقدر تنجح في المرحله دي؟ فبالله يون بيضحك وبيقول لها ده كان زمان، وعلى طول بيفتح لها نافذه الحاله وبتبص عليه وبتندهش، وبيقول هيون وهو بيضحك شايفه دي اخوك دلوقتي بقى شخص جامد تنين. بتقول له يو طب كويس يلا قوم فز بقى عشان تشتغل وتجيب فلوس، انا جهزت لك الفطار واعتبره النهارده كده كان مكافأة ليك. فبيقول لها هيون قال مفيش حتى كلمة مبروك ولا أي حاجة، ده أنت عيلة باردة صحيح، أنا عرفت ليه ما اتخطبتيش لحد النهاردة. وزريبو بياخد بالمعلقة في دماغه، ما عندها حق الصراحة يا صاحبي. بتقول هيون وهي ماشية إنها خارجة للشغل، وصاحبنا بيقول لها ماشي تمام، وبيشوف نافذة الحالة بتاعته واللقب اللي أخده من تصفية البرنامج التعليمي واللي كان بيزود كل نقاط الإحصائيات هتزيد كمان معاه بنقطتين. فبيقول هيون دي مش زيادة عالية بس أهو أي حاجة شغال وخلاص. بيلاحظ كمان إن الألقاب بيتم تجديسها وبيقدر يحصل على كل مميزاتهم مع بعض، لكن بتظهر له شاشة نظام كمان بتقول له ان كل الاحصائيات او المميزات اللي هتتكدس من الالقاب هياخد منها 50% بس من قوتها الاصليه. فبيقول هيون زي ما توقعت والا هتبقى كوسه، على كده بقى انا لازم اطبق لقب الخريج بتاع البرنامج التعليمي ويكون هو اللقب الاساسي. بيقول هو مبتسم وبيحط ايده على الصندوق اللي جنبه، انا كنت مستني اللحظه دي من زمان، ويفتح الصندوق وبيشوف فيه كتاب، وبيقول هو ده بقى العنصر اللي انا كنت خدته لما هزمت زعيم العفاريت، ودلوقتي وريني انت بتعمل ايه. بيشوف النظام
العالم، وبيعرف ان ده كتاب مهاره اسمها الانفجار السحري من الرتبه ايه، واللي لما بيستعمل المهاره بيقدر يعمل كره سحريه وبتنفجر في الخصم. بيحط هيون الكتاب على راسه وهو بيرتعش من الحماس، وفجاه بيصرخ وبيقول ده مدهش جدا، اخيرا مهاره سحريه. بتظهر شاشه النظام وبتسال هيون لو كان حابب يتعلم مهاره الانفجار السحري، وعلى طول بيوافق وبيكتسب المهاره فعلا، وبيقول في نفسه ده حلو قوي جدا. ودلوقتي بما ان انتهيت من البرنامج التعليمي فخلينا ابعت طلب لاكاديميه مستخدمين القدرات. بيروح المشهد عند بنت اسمها ميونج، والنهارده اول يوم ليها كموظفه عامه، ومهمتها الاولى النهارده هتكون في مدرسه مستخدمين القدرات اللي المفروض خلصوا البرنامج التعليمي وجايين عشان ياخدوا الوثيقه. بيقولوا ان نظام المستخدمين في بلدنا اتطور بسرعه وبقى واحد من احسن الانظمه في العالم. هم ممكن يكونوا مبتدئين بس هم ابطال المستقبل، مش مراقبه بداياتهم دايما بتبقى حاجه حلوه، او ده اللي انا كنت فاكراه من كام ساعه فاتوا. بنشوف ميونج وهي ماسكه ورقه في ايديها وبتعيط وبتقول اعذرني بس انا محتاجه بطاقه هويه بتاعتك. عندها حق البت تعيط بصراحه، ما هو مش قادر يسيطر على طاقته كالعاده، يعني مخوفها. البنت بتقول له هو انت ليه بس بتعمل كده؟ فهيون اصلا مش فاهم اي حاجه مالها البنت دي، وبيشوف الناس من حواليه بيتكلموا عليه ان هو بيرعب البت، وحتى في منهم بيصوروا عشان يفضحوا. بيقول لها هيون اهدي بس انا ما عملتش حاجه. بيجي شخص وبيقول هل في مشكله هنا ولا ايه؟ فبيبص هيون عشان يشوف مين ده، وبنشوف واحد من المشرفين واللي كان اسمه سون، وبيقول هو الطابور ماشي بطيء ليه وفي مشكله؟ الاتنين بيبصوا على بعض وكل واحد فيهم بيقول انا حاسس ان انا شفت التاني ده قبل كده. فبيقول سونج لميونج وريني كده الورق بتاعه كده. كانج هيون انت مختلف تماما عن اللي في الصوره اللي انت مقدمها دي. فبيرد هيون بيقول له شكلي بس اتغير بسبب المهارات اللي انا حصلت عليها، ولكن ده انا فعلا. لو مش مصدقني انت تقدر تعمل لي اختبار بصمه او حتى اختبار الحمض النووي. فبيقول سونج انت وصلت في البرنامج التعليمي المرحله الخامسه. فبيأكد هيون على كلامه وبيقول لنفسه انا قللت مستوايا عشان ما اجذبش الانتباه. فبيقول سونج بانبهار مستواك 12 ده رقم عالي جدا، هو انت دخلت زنزانه بطريقه مش قانونيه ولا ايه؟ فبيقول هيون في نفسه يعني انا مقلل مستواه لاكتر من النص وهو بيقول برضه عالي، امال بقى لو عرف اللي فيها هيعمل ايه؟ بيرد هيون بيقول دخلت كام مره كده قبل التقرير القانوني اللي بيمنع دخول الزنزانات. فبيقول له سونج تمام صحيح، ايه مهاره قوه الراجل ده بقى اللي انت مخليها قدرتك الفريده دي؟ فبيقول له هيون ان دي مهاره بتضاعف القوه بشكل مؤقت. فبيشكره سونج على تعاونه معاه، وبيكون هيون متضايق اصلا من اسئلته الكتيره دي. لكن سونج بيقول له ان في اختبارات ومهمات للصيادين وبياخدوا مهاره، وفي المرحله الرابعه بياخدوا اداه، اما المرحله الخامسه فمهاره تانية. انا لازم اشوف كل المكافآت بتاعتك دلوقتي. فبيرفع هيون التيشيرت بتاعه وبيقول له هي دي المهاره اللي اخدتها بعد ما خلصت المرحله الثالثه. بيعض ايده جامد لحد ما بتنزف، وسونج بيكون مراقب وبيشوف بعدها الجرح بيلتئم بسرعه. فبيقول سونج وهو بيعدل نضارته مهاره الشفاء الذاتي تمام كويس. فبيرد هيون بيقول له بالنسبه للمرحله الرابعه فانا اخدت الخاتم ده، وبيوري له الخاتم اللي في ايده. بيكمل هيون وبيقول في نفسه ان المرحله الخامسه هي مهاره قوه العملاق لكنه بيخبيها، وبيقول لسونج ان هو حصل على مهاره بتسبب الخوف للاعداء بالصراخ، تحب اوريك؟ فبيقول سونج يا ريت احب اشوفها طبعا. وبنشوف واحد واقف في الطابور بيبص عليهم وبيقول في نفسه هو مش ده نفس الواد اللي كان خلص على العفريت في الفيديو؟ وفجاه بدا هيون يصرخ بمهاره زئير الغضب، والناس بيحطوا ايديهم على ودانهم من قوه الصوت اللي رجرج في المجال. وكمان سونج بيكون مصدوم من قوه المهاره دي. فبيقول له هيون بابتسامه كفايه كده بالنسبه لك ولا تحب اوريك حاجه تانية؟ فبيرد سونج بيقول له لا خلاص تمام، تقدر من فضلك تطلع للدور الاول ودلوقتي في المبنى اللي جنبنا. فبيقول الواد المختل ده واللي كان متابعهم هو نفس الواد بتاع فيديو العفريت. المهم بالله هيون بيقول في الاول كانوا هيمنعوني من الدخول لان شكلي كان مختلف عن اللي في البطاقه، بس بعد ما جذبت الانتباه بصراخ الغضب بقيت هنا. وبنشوف المتدربين مركزين مع هيون وبيسالوا عنه وبيتكلموا عن اللي حصل مع ميونج. فبيقول هيون وهو بياكل شكلي وحش قوي في الموقف ده بالنسبه له. وبنشوف الشخص اللي كان في الطابور ده ومركز مع هيون بس. المهم بيدخل استاذ سونج المدرج وبيقول شكرا على انتظاركم، انا استاذ سونج اللي هدربكم في فرع مدرسه تدريب استخدام القدرات في سيونج هام، مبسوط ان انا شفتكم. الطلاب بيسقفوا وبيرحبوا بيه. وبيكمل سونج بيقول التدريب مكون من 10 ايام مقسوم نصين، النص الاول التدريب النظري اللي هو الصبح، اما بقى السيشن العملي هيبقى بعد الظهر. هنقدم لكم السكن والوجبات هنا كمان، لو مفيش اي مشاكل فهتقدروا تنهوا الدوره بتاعتكم بامان وتاخدوا كمان الشهايد بتاعتكم. زي ما انتم عارفين عدى اكتر من نص سنه على تغير العالم، وكل يوم بنعرف معلومه جديده عن الوحوش والزلزالات، وعشان كده بنطور استراتيجيات للتعامل معاهم دايما. يعني اللي انتوا هتتعلموه ده مش هيكون الصوره الكامله. فبيقول هيون وهو حاطط ايده على خده من اولها كده بيحبطنا. فبيكمل استاذ سونج بيقول ممكن تكون في معلومات مش صح او معلومات ممكن تحس انها مش مفيده، بس اطمنوا هعلمكم حاجات اساسيه واللي ممكن تحميكم وتنجيكم كمان، وفي خلال ال10 ايام الجايين هكون معاكم وهعلمكم بنفسي. ودلوقتي انا هنهي الحصه الاولى بكده، خدوا بقى بريك 10 دقايق عشان الحصه الثانيه تبدا.
بيبدا البريك وبنشوف المتدربين وكل واحد بيعمل حاجه معينه، وبيقول هيون هو لسه قاعد في مكانه، التدريب ده ممل جدا ولا كانه تدريب جيش، هنقعد 10 ايام كاملين في الملل ده كله. فبيبص صاحبنا جنبه وبيلاقي حد مادد له ايده، وبيكون واد طويل كده وضخم تحسه البيج رامي في نفسه، وبيقول له انا رامي. فبيقول هيون في نفسه وماله الخنزير ابو عضلات ده كمان. بيسلم عليه هيون وبيعرفه بنفسه، وفجاه بدا يضغط رامي على ايد هيون جامد، وبيقول في نفسه واد زي ده لازم اعرفه قيمته من الاول كده، انا بكرهه من ساعه الصريخ اللي عمله من غير سبب ده. لكنه بينصدم ان هيون مش متاثر اصلا من الضغط بتاعه، وبنعرف بقى ان هيون كان مفعل قوه العملاق واللي بتعزز العضلات بتاعته باستخدام القوه السحريه، وبيزود القوه عنده 12 نقطه لمده 10 دقائق. فبيقول رامي بتوتر يعني انا قضيت حياتي كلها بتدرب عشان اكون اقوى، ويجي واحد زي ده مش بيتاثر بقوتي؟ المتدربين بيكونوا شايفين اللي بيحصل، فبيقول رامي لنفسه كله بدا يتفرج عليا، ما ينفعش اتراجع والا شكلي هيكون وحش قوي. وفجاه وشه بدا يحمر وعروقه كلها بتبان، لكن فجاه بنشوف الكاتشه بترمى في كل حته، فبيكون هيون مستغرب وكله مستغرب ومحدش فاهم اي حاجه، وبيجي عصير الطماطم كمان على كل المتدربين. وفجاه بيصرخ رامي من الوجع وصوته بيسمع في المكان بالكامل، وبنشوف عربيه اسعاف جايه عشان تاخده للمستشفى. بنلاقي هيون بقى بيصرخ وبيقول وربنا ما عملت حاجه، الخنزير ابو عضلات ده هو اللي جه الاول عشان يجر معايا شكل، فضل يتنفخ ويضخم في عضلاته وفي الاخر انفجر فجاه. فبيقول له استاذ سونجو اللي بيبقى قاعد قدامه انت عايزني اصدق اللي انت بتقوله ده؟ فبيقول له هيون بس ده اللي حصل، انا هتجنن، انا بقول الحقيقه فعلا، بس حتى لو انت مش مصدقني فده مش مهم، لان لولا المهاره بتاعتي قوه العملاق واللي كانت زودت قوتي مره ونص كنت انا اللي هكون مكانه متاذي، ولو ما كنتش مصدقني فهتقدر تشوف الكاميرات بتاع المراقبه بنفسك. فبيقول له استاذ سونج لحظه كده، انت مش قلت لي ان قوتك الفريده هي قوه الرجل وكمان بتزود القوه بمقدار ضعفين مش ضعف ونص؟ فبيضحك هيون وبيقول انا ذاكرت بس في الارقام مش قويه شويه، معلش اعذرني. فبيتنهد الاستاذ سونج ويقول له تمام ماشي تقدر ترجع لمكانك دلوقتي. فبيدخل هيون المدرج وبيقعد مكانه وبيقول انا مرهق من اليوم الاول كده، وبيبص جنبه وبيشوف نفس الواد اللي كان متابعه وبيقول له ممكن اقعد جنبك لو سمحت؟ فبيقول له هيون اقعد يا عم مكان ما تحب، هي مدرسه ابويا. وبيقول له هيون في نفسه الاول كان خنزير بعضلات ودلوقتي بلطجي، بس بالله الواد ده بيسلم عليه وبيقول له انا اسمي محسن، هل اقدر اناديك باخويا الكبير؟ انا على فكره عندي 18 سنه بس ولسه مخلص البرنامج التعليمي، انا بتعلم بسرعه واتخرجت من الثانويه، تقدر تتكلم معايا بدون رسميات كمان. لكن هيون بيقول في نفسه ايه ده 18 سنه بس؟ ده انا كنت بحسبك اكبر حد هنا بسبب شكلك ده. بيقول محسن ازاي عملت كده مع الواد ابو عضلات التخين ده؟ ازاي مره واحده كده ايده انفجرت؟ انت بصراحه كنت جامد تنين، دي مهاره دي ولا ايه؟ فبيقول صاحبنا في نفسه شكل الواد ده لاسع في دماغه هو كمان. بيقول له هيون يا ابني مش ده اللي حصل يا ابني، هي ايده انفجرت لوحدها اصلا، انا ماليش دخل باللي حصل. وبعدها بيدخل الاستاذ سونج للمكان وبيقول هنبدا دلوقتي الحصه الثانيه، كل واحد يلا يروح يقعد مكانه بسرعه. بيشغل بروجيكتور وبيقول عشان التاخير انا هركز على شرح الحاجات المهمه على طول. الزنزانه بتتصنف لنوعين، زنزانات عاديه وزنزانات غير مكتمله. الزنزانات العاديه هي اللي منتشره اكتر في الغالب وبتفتح بعد 4 اسابيع من ظهورها، وزي ما انتم عارفين من خبراتكم فتح الزنزانات بيشيل الظاهره نفسها وبتبدا بعدها الوحوش تخرج منها. اما بقى الزنزانات اللي مش مكتمله فدي مش بنقدر نحدد وقت انفتاح، ممكن تنفتح قبل او بعد ال4 اسابيع، فلازم دايما نخلي بالنا. طب ازاي بقى تقدروا تمنعوا الزنزانات من انها تفتح؟ في طريقتين. الطريقه الاولى هي اننا نصفي الزنزانه عن طريق اننا هنستهدف القلب المركزي او القلب الرئيسي. الطريقه الثانيه بقى هي اننا نشيل القلوب العاديه عشان نقدر ناخر فتح الزنزانه، بس لازم تخلوا بالكم من ترتيب الهجوم على القلوب. فبيسال واحد من الموجودين والكل بيبص عليه وبيكون شبه العجل هو كمان. المهم بنلاقيه بيقول في حاجه تانية ممكن نحتاجها واحنا بنتعامل مع الوحوش، انت فاكرنا انا جيت هنا عشان نسمع المحاضرات اللي ملهاش لازمه دي؟ فبنلاقي صاحبنا بيقول هم مالهم خنازير العضلات دول النهارده ضاربين ايه على الصبح كده؟ هو كل واحد عامل بامب ومكبر لي عضله هيعمل لي فيها فاهم كل حاجه؟ بيتكلم المدرس المساعد اللي واقف جنب الاستاذ سونج بيقول يا متدرب انت لو عملت مشاكل تاني هتتفصل. فبيحرك الاستاذ سونج ايده وبيقول له مفيش مشكله يا متدرب، انزل لي هنا عند الستاند تعالى عندي. فبيقول له المتدرب عندك كبرياء بقى وكده ها؟ بينزل وبيقول له اديني نزلت لك اهو هتعمل ايه بقى؟ فبيقف سونج قدامه وبيمسك موبايله وبيقول له دقيقه، من دلوقتي هفضل اصد ضرباتك لمده دقيقه كامله، ولو لمست جسمي فهخليك تتخرج فورا من المكان، لكن بقى لو فشلت فهتتفصل فورا، موافق؟ بيكون محسن وهيون مستغربين من عجرفة المتدرب ده وجرأته، وبيقولوا شكل كده هيحصل عرض ممتع حالا. المهم بنلاقي المتدرب بيقول له انت فاكرني ايه؟ وبيطلع سيفه من مخزنه وبيقول له انت واثق انك مش هتندم على اللي انت بتقوله ده؟ فبيقول له الاستاذ المساعد استاذ سونج الواد ده مطلع سيف بجد واحنا ممكن نفكر تاني. لكن الاستاذ سونج بيكمل في اللي بدأه وبيعدل نضارته وبيشاور على المتدرب وبيقول له تعالى لي.
فبيقول له المتدرب لما تشوف اخرتها، وبيهجم على استاذ سونج بسيفه، لكن استاذ سونج بيتفادى الضربه وبيقول له الهجمات القايمه على التحذير ملهاش لازمه، حتى لو هاجمت عليا من ظهري فعنصر المفاجاه اساسي في الهجوم. بيتعصب المتدرب وبيحاول مره كمان وبيهجم بسرعه، وبيشوف نفسه قسم سونج نصين، لكنه بيتفاجئ من وراه بسونج وبيقول له التحركات التحضيريه بتاعتك دي هي المشكله بتاعتك، الخصم مش هيستناك لما تهجم عليه. فضل يلوح بالسيف مره تانية عشان يلمس استاذ سونج، واللي بنلاقيه بيقول له انك تلوح بالسيف بس مش كفايه، لازم تكون قادر انك تراقب وتفهم ازاي خصمك بيتحرك من غير ما تفوت اي حاجه. فبيتعصب المتدرب وبيقول له اخرس بقى صدعتني، وبيروح يهجم عليه كمان مره، لكن كالعاده الاستاذ سونج بيتفادى الضربه وبيقول له انك تهاجم بكل قوتك مش الاختيار الافضل عشان تقدر تقرب من خصمك، هو بيخلي تحركاتك واسعه ولكن النتيجه هتسيب عندك اخطاء كبيره جدا. بس عارف ايه المهم من كل ده؟ وزريبو بيديله بالرجل بيطير منه السلاح وبيوقعه على الارض، وبيقول له سونج تكمله على كلامه حركاتك دي هتخليك تتعب وترهق نفسك بسرعه. بيديله الموبايل وبيقول له الدقيقه خلصت، وقتك خلص معايا. وطبعا اللي عمله ده كان فيلم اكشن يا صاحبي خلى الكل ينصدم. فبيقول يون في نفسه وهو متابع اللي بيحصل انا شفت فيديو قبل كده لملاكم محترف بيتجنب اللكمات من شخص عادي، ولكن ان حد يقدر يعمل كده ضد شخص مؤهل دي حاجه اول مره اشوفها بصراحه. هو ده بقى الفرق بين البشر الخارقين وبين بعضهم. بيراجع يون الاحداث اللي حصلت في دماغه وبيقول الرشاقه وسرعه رد الفعل اللي عملها الاستاذ سونج ده حتى انا اللي رفعت احصائياتي ممكن الاقي صعوبه في ان انا اتتبع خطواته، انا لو واجهته في قتال يا ترى مين فينا اللي هيفوز. بيبص يون جنبه على محسن بيلاقيه هو كمان مبسوط وبيضحك ضحكه غريبه، فبيقول يون في نفسه ماله الواد ده فيه ايه؟ وايه تعبيرات وشه دي؟ هو مريض نفسي ولا ايه؟ شكل كده ما كانش ينفع اخليه يقعد جنبي، مش عايز الناس يفتكروا ان انا شبهه ولا حاجه، لا من حيث انك شبهه فانت شبهه بالظبط ومريض نفسي كمان يا اسطى. المهم بنروح بعدها مكان تاني وبنشوف الاستاذ سونج ومعاه المدرس المساعد واللي بنعرف اسمه اللي هو موك. بعدها بيتكلم الاستاذ سونج وبيقول منهج مدرسه تدريب المهارات نظري الصبح زي ما قلنا، والتدريب العملي بعد الظهر، اما عن حصه تدريب النهارده فهو تدريب على تقنيه السلاح. يلا بالدور كل واحد يجي عشان ياخد سلاح التدريب بتاعه. اول حاجه اتدربوا لوحدكم والمدرسين المساعدين هيصححوا الاخطاء بتاعتكم، واتمنى تتفهموا انه مش هيكون في مدرس مساعد لكل طالب عشان ما عندناش عدد كبير من المدرسين. بياخد يون السيف بتاعه بيقول هو ايه الملل ده؟ فبيقول محسن تدريبات مهارات الاسلحه ممله صح؟ ايه رايك نتدرب سوا؟ فبيقول له يون اوبا شكلك بتعرف تقاتل بالسيف كويس بقى مش كده؟ لكن بيحبطهم الاستاذ سونج وبيقول لهم ممنوع تتبرزوا سوا لحد اليوم السادس من التدريب. فبيقول هيون يا خساره ده ملل بجد. بيبدا المتدربين يتدربوا كل واحد لوحده بالسيف بتاعه، بس هيون بيقول لنفسه وهو بيشوفهم هو ليه كل اللي هنا مستواهم ضعيف كده؟ انا ما كنتش متوقع ده ابدا، ده حتى مستواهم اقل من المتوسط. بيمسك بعدها راسه وبيقول انا مش محتاج تدريب، خلينا الوح بالسيف كده شويه عشان افك جسمه وخلاص. وبالفعل بدا هيون يلوح بالسيف بتاعه بمهاره وخفه، وبيبص عليه الاستاذ سونج باندهاش، لكن فجاه بيسمع هيون حد بيقول له ما ينفعش تعمل كده يا متدرب. بيبص هيون جنبه وبيلاقيه موك وبيكمل وبيقول له في الوقفه دي انت لازم تضيق رجلك شويه واعدل كمان زاويه سيفك، شكلك بتتباهى ولكن ده مش بيبقى مفيد في التدريب. فبيقول هيون في نفسه هو الجدع ده بيقول ايه؟ هو جاي يعلمنا انا الصح من الغلط بجد؟ بس موك بيكمل وبيقول هتشوف لما تدخل الزنزانات في المستقبل وهيكون صعب تطبق مهارات السيف بتاعتك في القتال الحقيقي. فبيمسكه هيون من القميص بتاعه وبيقول له انت شاطر بقى على كده في القتال الحقيقي ها؟ ما تيجي واحد لواحد يلا. فبيقاطعهم استاذ سونج بيقول لحظه بس من وقتك يا استاذ موك. بيسقف بايده بعدها على باقي المتدربين عشان يسمعوه وبيقول اسمعوني كويس كلكم، من دلوقتي هيكون في قتال توضيحي بين المتدرب هيون والاستاذ المساعد موك. المدرس موك هيتبع الارشادات الممنوعه ليه، اما المتدرب هيون فهيقعد يلوح بسيفه كده كالعاده زي ما كان بيعمل، وليكم حق تبادل ضربه واحده بس. فبيستغرب موك وبيفرح هيون، وبيكمل استاذ سونج بيقول يلا تقدروا تبداوا دلوقتي. فبيبدا هيون والاستاذ موك المبارزه بتاعتهم وبيهجموا على بعض فجاه، وبتتصادم السيوف بتاعتهم في بعضها، وبيفضل القتال شغال فتره وتبادل الهجمات بينهم. وفجاه هيون بيوقع سيف الاستاذ موك بضربه واحده، وكمان موك بيقع على الارض وراه السيف بتاعه. فبيقول له استاذ سونج مهاره الاسلحه اللي انتوا بتتعلموها دلوقتي بتحضركم للقتال الحقيقي، انتم بتدربوا جسمكم عشان تعرفوا تردوا على الهجوم ازاي، زي ما اظهر كده المتدرب هيون بالظبط. ما تنسوش ان اهم حاجه تعرفوها انكم تردوا ازاي في لحظتها، ما تفكروش ابدا ان اللي بتتعلموه النهارده ده هو الاجابه الصح. سقفوا للاثنين على الشرح الممتاز اللي قدموه. بيكون هيون واقف بكل فخر وثقه، وبيمد استاذ سونج ايده للاستاذ موك وبيقول له انا اسف يا استاذ موك ان انا خليتك تتحط في الموقف ده. فبيرد موك بيقول له لا ولا يهمك، انا اتعلمت كتير برضو من المعركه دي كانت حاجه مفاجاه بالنسبه لي. بيبص استاذ سونج على هيون واللي بيبقى مبسوط وبيقول انا بعتذر لك تاني، انا بس كنت عايز اتاكد من حاجه لما خليتك تقاتل ضد. بنشوف بعدها كتاب مذكرات هيون في المرحله التدريبيه. اليوم الاول اتخانقت مع خنزير بعضلات، وكمان اتعرفت على العويط محسن، والحصه النظريه ممله جدا، وحتى كمان بعد الظهر فضلت العب بالسيف بملل. وفي اليوم الثاني مفيش اي حاجه اتغيرت برضه زي اليوم الاولاني،
نصيحه لنفسي، خليني بعيد عن الواد محسن ده عشان شكل السلك عنده ملمس ومجنون على الاخر. اليوم التالت نفس اللي فات، مفيش اي حاجه اتغيرت. اما في الحصه التدريبيه كنت بتدرب مع نفسي ومحسن بيقلدني وموج بيزعق لنا. اليوم الرابع ممل كالعاده لدرجه ان انا كنت برسم نفسي وانا بحارب العفاريت. وفي الحصه التدريبيه كنت بحاول اتعلم اسلوب السيافه المزدوج، لكن الاستاذ موك رفض يديني سيف زياده. في اليوم الخامس كنت نايم في الحصه النظريه. اما بقى في حصه التدريب كنت نايم برضه، ما هو مفيش اي حاجه اعملها. استاذ موك بيقول لي هيون وانت بتعمل ايه يا متدرب؟ فهيون بيقول له كنت بتامل بس مش اكتر. والله بطلنا ده لاسع يا جدعان. اخيرا بيجي اليوم السادس وكالعاده كان هيون نايم برضه. بيقوم يقول لمحسن بقول لك ايه، ما تقوم تتخانق مع اي حد كده، خلينا نطر القعده واحنا قاعدين كده. فبيقول لمحسن وانت يا ابني مش كنت اللي بتقول لي بلاش مشاكل؟ فبيقول له هيون ما هو مش انا اللي هنطرد اصلا، مش انت اللي هتعمل مشكله مكاني؟ لاقيه اول واد ده. فبيقول محسن ما تقلقش ما تقلقش، النهارده اليوم السادس، انت مش واخد بالك ولا ايه؟ احنا النهارده لحد اخر يوم هندخل في المعارك ضد بعض على حسب اقوال الاستاذ سونج، وانا متاكد ان في حاجه كويسه هتحصل النهارده. كلمة السر يا محسن، مش عارف محسن ده طالع معانا في كل حكاية باين. المهم اكتبها لي في التعليقات عشان تطلع معانا الفيديو الجاي. لو وصلت لحد هنا بقى اتمنى منك تحط لايك بعد اذنك يا صديقي، ولو حابب يعني فتقدر تكتب كومنت تقول لي فيه كمل. كان معاكم اخوكم سيف حسام الدين، واشوفكم في فيديو جديد وسلام.